Can I wake with you? I don't wanna make a plan if it ain't a plan for two. Cause there ain't nobody, no, ain't nobody quite as good. Think that you're the one I want, but I know that I shouldn't care about love. But you like a drug. When I'm with you, when I'm with you, I'm fine. When you're in my veins, I don't feel no pain. Yeah, when I'm with you, when I'm with you, I'm fine. I just care about you and 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 Don't say a word, yeah, you just come on over, baby. Always show up uninvited. Don't wanna deal with you, I don't want all your crazy. You're always changing your mind, yeah. So if you come, would you leave me just the way that you found me? You found me. And if I want, would you leave me all alone and forget me? Forget me. But I don't wanna change your mind, I want you tonight, yeah. I don't wanna change your mind, I want you tonight, yeah. I want you tonight, yeah. I don't wanna change your mind, I want you tonight, yeah. Can't get you out my head, yeah, I've been thinking lately. You should show up uninvited. So if you come, would you leave me just the way that you found me? Found me. And if I want, would you leave me all alone and forget me? Forget me. But I don't wanna change your mind, I want you tonight, yeah. I don't wanna change your mind, I want you tonight, yeah. Na, 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 na. I want you tonight, yeah. I want you tonight, yeah. I don't wanna change your mind, I want you tonight, yeah.
love you. These are the moments that I won't miss. Pray for the day it will come to this. Never forget the first time we kissed. I'm never leaving. This could be our chance if you let me know. This could be the chance if you love me so. This could be our chance if you let me know. If you love me so, don't you let me down. مساء الخير للجميع، اهلا وسهلا فيكم جميعا. نحن اليوم اجتمعنا، نحن شو بتعني هي نحن؟ كل واحد موجود بمنظمة جي سي، شو بتعني لك كلمة نحن؟ ليش هي الكلمة دائما تعني لنا شيء كتير كبير؟ لأنه نحن بالمنظمة ما بنقول أنا، بنقول نحن. لأول مرة أنا بدخل بمجال، بدخل بمكان ما في حساسية، ما في والله هذا أحسن مني أو أنا أحسن من هذا، ما موجود هذا الشيء عنا أبدا. نحن اسمنا تيم، فريق، نكبر سوا ومننزل سوا. اهلا وسهلا فيكم جميعا. مين اي جينيوس؟ مين جيم تشينجرز؟ ليش نحن هون؟ ليش نحن موجودين هون؟ شو اللي رح نوضحه؟ رح نحكي كل شيء، رح نوضح لكم كل شيء. شركة اي جينيوس، أكاديمية اي جينيوس. أكاديمية اي جينيوس أكاديمية أمريكية بتعلمنا التداول، رح نحكي عنها بكل تفصيل مع كبار الليدرات الموجودة عنا، مع توب ليدرشيب الموجودين عنا بالمنظمة، على رأسهم الكينج راكان خليفة، وكمان الأسد الكردي آريان برمكي، وكمان بغيابه اللي ما قدر للأسف نحن كتير صوروا له عشان تبعتوا له إياها. نحن كتير 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 متأسفين إنه ما قدر يكون حاضر معنا، لأنه لا بس بكرة هو هون الملك شجاع ناصيف. فاليوم حنحكي عن كل شيء، حنوضح كل شيء، ليش نحن دائما على السوشيال ميديا موجودين اي جينيوس جيم تشينجر. شو عم نعمل؟ نحن عم نتعلم، نحن داخلين بثقافة جديدة موجودة بالعالم الكردي وبالعالم العربي حاليا. هاي الثقافة موجودة من آلاف السنين عند الناس، ليش ما تكون موجودة عنا؟ بسنة 2020 بشهر السادس منظمة جيم تشينجرز كان شخص واحد اسمه راكان خليفة. اليوم نحن أكثر من 6000 شخص. متخيلين الرقم؟ بأوروبا لما دخل آريان برمكي بهذا المجال كان شخص واحد اسمه آريان برمكي، شهرين سويتش اوف ما في شيء، بعد شهرين واليوم نحن فوق 400 شخص موجودين بأوروبا. السنة الجاية مثل هلا رح نكون ضرب 100، وعد رح نكون ضرب 100، لأنه منظمتنا اسمها جيم تشينجرز، مغيرين اللعبة. طيب أنا يمكن الأغلبية متعود يشوفني على هذا المكان، كون واقف هون أنا على اليمين بوقف، لا على اليمين، لا على اليسار بوقف، إيه بكون هيك الأورج قدامي وأنا طلعت حفلة هون كمان بس صالة شيراز. تحية لصالة شيراز. فالأغلبية متعود يشوفني بهذا المكان كفنان، كموسيقي، برقص العالم، بعزف لهم كيت. اليوم لا، اليوم أنا داخل بمجال بزنس. أنا قررت أول فيديو عملته لما أنا دخلت بأكاديمية اي جينيوس وانضميت لجيم تشينجرز، أول فيديو عملته قلت لهم أنا قررت احلق دقني،
بس لا، ما كانت حلاقة دقن. أنا قررت غير حياتي، قررت أشوف شو اللعبة اللي عم يحكوا عنها وشو اللعبة اللي عم يقولوا بدنا نغير اللعبة. نحن اسمنا مغيرين اللعبة، نحن اسمنا مغيرين اللعبة، ورح نغير اللعبة إن رضيوا إن ما رضيوا. سلام وريز ورا حريكي حاضر بوليفر أسجعبي وجيه ماجدكم حريكي دعوة ما قبول كر أسباسي وجياتكم أما هيرو الفر ثقافتك أنو أما تخنا ناف ملاتي خوي كرت إجبرجو أو ثقافات الجامعة هندكة ثقافتها برا خيرة خيرة ثقافات الجامعة تنا بقف إيرو كردستان بيستو شارجي بمرايا تي في. سلام وريز وين راجي أم ساعات بينج أم ساعات بينج أم لايف زدي أم دارت قبل سر أخبار كردستان بيستو شار وبيروي أم روبورتاجا ماشي بلاف دبادي سال سر كردستان بيستو شار. سلام وريز ورا أهلا وسهلا بحاضرون وحمية. أنا اسمي هيثم برج، أنا عازف أورج موسيقي أكثر من 25 سنة بمجال الفن بمجال الموسيقى. انضميت لهذا المكان لسبب واحد بس، اللي هو إنه أنا شخص حياتي الطبيعية حياتي العادية إنه أنا شخص حر ماليا. يمكن مفهوم الحرية المالية يمكن ما حدا في البعض ما بيعرفوا شو يعني الحرية المالية مو إنه أنت تكون معك كومة مصاري هون وأنت حر فيهم، لا 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 لا. الحرية المالية إنك أنت تكون حر عملك، تروح على شغلك على كيفك، بترجع على بيتك على كيفك، بتشتغل على كيفك، بتعطل على كيفك. هي الحرية المالية. أنا هيك تعودت من صغري، من عمري 17 سنة بطلع على المسرح، بطلع حفلات، ما عندي شيف. ممكن أكتر حدا ممكن يكون شيف عني العريس اللي بيحجزني على عرسه فقط لمدة كم ساعة بس مو أكتر. فالحرية المالية هي اللي جذبتني لهذا المكان. أنا فتت أتعلم شو العملات الرقمية. أنا ما كنت فهمان شيء غير شيء اسمه بيتكوين فقط، وأغلبيتنا ما كان بيعرف شو هو التداول، شو بس سمعانين بالبيتكوين. لكن الموضوع أكبر بكتير من إنه بيتكوين إجا وخلص كمل. في حدا تاني رح يجي هلا، في شيء تاني رح يطلع هلا، في شيء كبير. فمشان طالما فاتنا قطار البيتكوين ما رح نفوت قطار 1000 بيتكوين جاي على الطريق. أنا ما بدي أطول عليكم. كوتش أريان شخص كله طاقة، ما بيمل أبدا أبدا، لدرجة أنت بتمل. يعني أنت بتمل من كلامه وهو ما بيمل. رح نسمع الكوتش أريان، رح نسمع شو رح يحكي لنا. رح يحكي لنا الستوري تبعه، رح يحكي لنا كثير شغلات بتخص هذا المجال. خلينا نرحب مع بعض بالكبير أريان برمكي. Let's go! ليجندز بصوت عالي. جيم تشينجرز جي سي ليجندز. اهلا وسهلا بالجميع، يعطيكم العافيه. انا اسمي آريان برمكي. انا اسمي آريان برمكي، انسان بسيط جدا دخل على عالم كبير جدا، عالم كبير كنت مفكر انه انا ممكن ضيع فيه. خلوني باقل من 3 دقائق احكي لكم الستوري اللي انا، القصة اللي انا مريت فيها. اذا بعلي صوتي
يا القصة بلشت من انه لما انا صرت لاجئ في مملكة النرويج حبيت اني انا اكون شخص غريب، اني ادرس اكفي دراستي وطموحي. كنت غريب بمجتمعي لما انا بلشت بهالطريق هاي اول صورة الي لما خبروني انه الدراسة هي المفتاح لتفتح فيه كل باب. وأنا من طالب جامعة عم بدرس أدب إنجليزي في جامعة تشرين في اللاذقية بسوريا، صرت صف 9 إعدادي في النرويج، وهاي أول صورة إلي. رجعوا الصورة يا حبيب، رجعوا الصورة. أنا كنت يا اجت الأيام وراحت الأيام. طبعا خلونا نشوف هون. تعرفوا لما اللاجئ جديد بيكون جاي بده يسأل القديم يلي صار له 5 سنين و10 سنين، وفي كم واحد منهم بالكردي بيحكوها الدلب وسيلب، فبيعطوك طريق بدك تمشي بهالطريق هاد، لأنه هن مفكرين إنه هاد هو طريق النجاح، غيره ما في. فيا خبروني إنه أفضل سلك دراسي إنه أوروبا كلياتهم عم يتقدموا في السن، والمعدل الوسطي للعمر 90 وأند أبوف، يعني 100 سنة 110، والكل بيخرفوا هون بأوروبا لأنهم بيكبروا. نحن مساكين بنموت على 60 المعدل الوسطي. فرحت أدرس إيش؟ صحة. وأنا هون عم بدرس لأنه خبروني في أمان وظيفي لهالكلام هاد هو النجاح. يا هون الأحلام الوردية لما أنا صرت ممرض وأنا هيك مبسوط بحالي عم باخد سناب شات. أنا كنت هيك ولابس اليونيفورم تبعي ممرض وبالمشفى، وحياة وردية أحلام. اجت الأيام وراحت الأيام لحتى وصلت الصحوة إنه أنا ببداية عمري ليش أكفي بطريق واحد؟ لأنه الناس يلي كانوا بيشتغلوا قبلي ب20 و30 سنة خبروني آريان دير بالك، ترى نحن هون عفنا، بس أنت بعدك بشبابك وبعزك، ليش ما تغير الطريق وبعدك أنت عم تشتغل هون؟ أوكي يلا. بلشت ندرس إيش؟ ثانوية عامة ودرست البكالوريا لدرجة إنه الصحيفة الرسمية عندي هون لفتت انتباهها. في عنا لاجئ ب3 سنين، تعرفوا الألمان كمان بتحكي كم كلمة، يا فلينك سمارت، انت بتحكي يا وامورك تمام. فصار في لفت انتباه، طلعوني بالجريدة، اموري تمام. تعرفوا اللاجئ لما بيطلع بالجريدة بتكون واو. لحتى ما درست بكالوريا كمان وصرت طالب عم بدرس علوم سياسية. لكن المفاجأة هي وين؟ أنا بعدني ممرض، أنا داخل الأمان الوظيفي. إنه بعد الملل واكتشاف الحقائق هيك صار، إنه وين أمان وظيفي؟ إنه وين تعليق بالغلط على الفيسبوك يكون السبب في إنه حياتي تتغير 180 درجة؟ أنتوا اليوم أكثر من 250 شخص جاي لهون، منهم من الفريق ومنهم ضيوف. هاي فرصة تتقدم لكم. الفرصة هاي أنا اجتني بسبب خطأ على تعليق في الفيسبوك. النتائج بكل بساطة بعد سنة كانت هيك، إني أنا أترك شغلي وأصير حر ماليا متداول في الأسواق المالية، أكون حر بالشيء اللي أنا بلبسه وبفتخر فيه.
أكون بكل بساطة مع بنتي. فقاعة الأمان الوظيفي ما عاد تمشي معي، بما أنه أنا قادر أني من أي مكان بالعالم أفتح اللابتوب وأعمل مادة إن كانت رقمية ولا حقيقية. لهيك ركزوا معي، ب30 دقيقة بدي أكرج كرجة هيك من دون ما أوقف، فركزوا معي، هاي فرصة. ماشي؟ يلا. عدة أسئلة بتخطر على بال الكل، مين نحن، شو بنعمل نحن، شو شغلتنا، ليش أنا جاي لهون. هالأسئلة هاي أسئلة منطقية لكل حدا هلا قاعد معنا هون. شو عم نعمل، شو ممكن تدخل، لما تدخل شو ممكن لازمك، شو الواجبات اللي عليك، شو المطلوب منك. أوكي. نحن من منظمة جيم تشينجرز، نحن من مغيرين اللعبة، والراس الكبير يلي أنا برحب فيه وبعتبره قدوة إلي، راكان خليفة، هو صاحب هالمنظمة. هدول بعض من الأشخاص يلي أنتم بتشوفون هون بالصور، بعض من الزملاء، بعض من المحاربين يلي أنا بسميهم محاربين فعليين. هدول نحن بنتعاون مع شركة آي جينيوس للتعليم المالي. شركة آي جينيوس هي إحدى شركات InvestView يلي هي public company. أي حدا منكم هلا يفوت على البورصات الأمريكية ومؤشر ناسداك راح يشوف هالشركة موجودة ومرخصة من SEC، لجنة الرقابة المالية والبورصات الأمريكية، هي مرخصة. InvestView هي مالكة لشركة آي جينيوس. آي جينيوس بتعطي التعليم المالي. أول قاعدة في النجاح أو للنجاح معروفة، النجاح ما بيجي هيك، النجاح ما بيجي هيك، بيجي بالتعليم. تعليم وين؟ إنه نتعلم كيف نستثمر في الأسواق المالية يلي كل مجتمعاتنا مسكرين عيونهم عنها، يلي دولنا، سياساتنا، أحزابنا يلقنون تلقين لحتى نحن نبتعد عن هالأسواق هاي. الأسواق الثلاثة يلي أنت من صغرك في مسلسل بقعة ضوء ومرايا بيخوفوك منها، هن الأسواق المالية الثلاثة. نبلش بسوق الستوكس يلي هي بيكون سوق الأسهم. في حدا بالعالم ما بيعرف شو يعني سوق الأسهم؟ في حدا بالعالم قادر على إنكار سوق الأسهم؟ نو. ثاني سوق الفوركس. 6 تريليون دولار يوميا بيدخل على سوق الفوركس كسيولة. إذا حدا هلا من الوجود ينكر وجود هالسوق هذا، معناته ما في وجود لليورو، للدولار، للفرنك السويسري. ثاني سوق هذا. ثالث سوق من 13 سنة طلع للعالم، سوق العملات الرقمية يلي أثبت حاله غصب عن كل سياسات الدول. البلوك تشين. آي جينيوس بتعطي التعليم في هالأسواق الثلاثة.
ممكن سؤال لكل حدا مستجد بيحكي أنا كيف بدي أدخل على هالمجال هذا؟ شو بدي أعمل؟ شو لازمني لحتى أنا أصير اكسبرت خبير بهالأسواق هاي؟ أنا ما عندي علم. على فكرة الشخص اللي واقف هون كمان ما كان بيعرف شيء، بس لما بيكون في عندك موجه وبيعلمك ألف ب ت بوباية قلم ورصاص ومحاية، ما عاد رح يضل في شيء صعب، لأنه بالحياة ما في أقوى من المعرفة. اليوم إذا أغلبكم من ألمانيا أكيد ولا حدا منكم بإدلب ومنبج وعنترية وهليلية كان يعرف شو يعني داتيف وأكوزاتيف. إيش كاينة دوش؟ إيش اللي بديش جماعة؟ ما كان حدا بيعرف الكلام هذا. فلا تحط حد لعقلك، لأنه بكل بساطة بالتعليم حتى هون رح تتعلم وتصير خبير. لأنه هون أنت رح تتلقى التعليم بثلاث منصات: ماني برو، عادات مالية، يونيفرسيتي، نوليدج، ليرن لايف. كيف بدك تصير خبير؟ أول خطوة قال لك لما تدخل هالعالم هذا لازم تعرف المال من وين بيجي. من روس جاردين رح تعرف كل شيء بهالعالم هذا، كيف المال بيجي، كيف الديون بتصير، كيف أنا بدي أتجنب الديون، كيف أنا بدي أرتب راتبي الشهري بحيث أنه أنا ما أطلع مكسور. هالمعلومات البسيطة رح تتلقاها من كبار الخبراء الماليين روس جاردين على شكل فيديوهات محفوظة. ثاني منصة كأي شخص مستجد يطلع عليها هي يونيفرسيتي. هنيك أنت رح تتعلم الخطوة الأولى بهالعالم هذا. الخطوة الأولى أنا كيف بدي أبلش في سوق الفوركس، سوق العملات الرقمية. أول خطوة إلك كيف بدك حتى تعمل إيميل بهالمجال هذا، كيف تحمي حالك بهالمجال هذا. ثاني سوق هو سوق العملات الرقمية، كمان نفس الموضوع، سوق العملات الرقمية. تدريب خاص في البيتكوين، تدريب خاص في علم البيتكوين. امبارح البيتكوين وصل $50,000. هذا علم. هذا كيف تطلع من هالسوق كسبان علم. نقطة، بدك تحط النقطة على كل الحروف. وأنا البيت الشعري اللي دائما بذكره: كن كماش على أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. بيحكوها: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لسعى في طلب الثالثة. أنا بدي أعكسها، إذا بحكي لغة ألمانية لازم كمان بتعلم لغة فرنسية. بحكيها بكل بساطة: إذا أنا خلصت الأساسيات بدي أنتقل لمرحلة الاحتراف في التحليل لأصير محلل. في منصة ليرن لايف أنت رح تتلقى كل الفنون لتعرف كيف تشوف الشارت وتحلل سوق الذهب إذا نازل ولا طالع، سوق اليورو مع الدولار نازل ولا طالع. هالأمور هاي بكل تفاصيلها أنت رح تتعلمها بأكاديمية آي جينيوس. معروف عندنا كلياتنا بكل الثقافات والدول انه اي شخص يدرس 17 18 سنه لحتى ياخذ راتب شهري. انا عم بدرس علوم سياسيه في اوروبا، ماني غريب عن هالعالم هذا. انا عارف 100% ما راح اتوظف بشهادتي. أنا ما بشجعك إنك تترك دراستك أبداً. أنا بحكي لك دروس، خلص اللي بدك إياه، بس خود تعليم الاستثمار كهواية. لأنه بدولنا بيعلمونا ندرس ونصرف على حالنا، بعد 18-20 سنة روح قدم على وظيفة. أبسط مثال كورونا، اجت وغيرت الموازين الدولية. ناس بشهادات عليا طردوا من الأعمال
ليش؟ لأنه صاحب العمل أفلس. الجوب سنتر جماعتكم والسوسيال بعرف أشخاص بعد دراسة سنين مطولة قعدوا كمان سنة. الجوب سنتر صار بيحكي في كورس كذا، شو رأيك تروح تدرس كورس مغاير لدراستك لحتى تدخل سوق العمل، لأنه الواقع الجديد اللي صار ما كان حدا جاهز إله. وكلياتكم هون أغلبكم دارسين. أي حدا يطلع ويحكي سوق العمل كل ماله عم بيصير أسهل ولا أصعب؟ شكرا، أصعب. اي جينيوس تتميز بمنطقة اسمها alerts 1 يلي هي انت فيك تكسب بطريقتين. نفس الأساتذة يلي هن بيدرسوك الكبيرة والصغيرة، كل حدا موجود على قنوات في التليجرام بيعطوك ايش؟ توصيات من الاثنين للجمعة في سوق الفوركس، سوق العملات الرقمية، سوق الأسهم. هاي أول طريقة. إذا أنا عم بتعلم الأساسيات، وصلت لدرجة أني أطبق التوصيات، أموري تمام. التوصية بتجي على الشكل التالي: الرقمين أنسخ هالرقمين من مكان لمكان، من الواتساب للفايبر، من الماسنجر للإنستغرام. قديش بياخد منك وقت لما بدك تنسخ بس رقمين؟ 10 ثواني، صح؟ بنلصقهم هنيك. من 65% ل90% توصيات اي جينيوس بتكون هيك. في خط مو مبين. طيب، توصيات الكريبتو، العملات الرقمية، إذا أنتم بتشوفوا ب14 يوم 26 توصية اجوا، 24 ضربوا الأهداف، 443 أو 34% ربح. نفس الأساتذة يلي بيعلموك أو يلي بيعطوك نفس الأساتذة يلي بيعلموك تصطاد سمك، كل يوم بيعطوك كمان سمك. نتائج توصيات قناة وحدة من قنوات اي جينيوس، 36 توصية وحدة منهم خسرت. 99% جبنا الأهداف فيها. هالأهداف هدول إذا الأرقام بتشوفوها، هدول the cash is king money. هدول تاني طريقة للكسب وانت قيد الدراسة. ما بعرف إذا هو موجود هون ولا لا، رح أنادي باسمه، بلكي بس يرفع ايده بيكون كافي الكلام هذا. اي جينيوس عامله شراكه مع اكبر شركه في علم الخوارزميات في التجاره الالكترونيه، شركه اندوتك، من اقوى الشركات في الذكاء الاصطناعي، تداول آلي من دون تدخلك، 100% من دون تدخلك. يلي عليك هو القرار فقط، قرار انك يكون عندك عقل استثماري وشوية مادة بتبلش من $1000. رح تعرفوا شغلة وحدة، انه بآي جينيوس نحن ما بنعطي اموالنا لحدا، نحن عندنا الكنترول التام على اموالنا. آي جينيوس بتعلمك تصطاد سمك. بشركة اندوتك مينيموم يلزمك $1000 لتعمل أرقام، ففي ناس تبلش من $10,000، من 20 ومن 100 ومن ملايين الدولارات. بكل بساطة هو الروبوت مقسم على استراتيجيتين، ألفا وبيتا. تستأجر لحالك روبوت سنوي وتختار إما ألفا أو بيتا. ألفا، إذا في ناس بتتابعنا على الانستغرام، هي الخالة الشريرة شوي هيك
فيها خطورة، فيها ريسك، أرباحها كبيرة جدا. بيتا بسيطة بتمشي من الحيط للحيط، أرباحها بسيطة مثلها. أنت كشخصيتك بدك تقرر الكلام هذا لحالك، تختار إما ألفا أو بيتا. بكل بساطة النتائج السنوية لهالكلام هذا، إذا بتشوفوا بيتا بي تي سي بيتا 121%، إيثيريوم بيتا 603%، إيثيريوم بي تي سي 43%، إيثيريوم بي تي سي ألفا 76%، إيثيريوم ألفا 1067%، وآخر وحدة يس 212%. وين في بنك بالعالم ممكن يعمل لك هيك أرقام؟ تدخل آلي ما إلك دخل فيه كليا، الأموال موجودة بحسابك، حتى ما حدا قادر على سحب هالأموال، تحكمك الشخصي. فإذا ما بعرف هلا إذا بافي روني موجود هون، هو أحد الأشخاص يلي تواصل معنا قبل شهرين ونص، حلاق مانو فاضي، جزار، بس قال آريان سالار شباب أنا عندي رأس مال ضخم، رأس مالي $120,000 وعندي العقلية التامة. ماشي، مطلوب ممكن تعطوني التوجيه. حكينا له عن خوارزمية اندوتك وعن شركة اندوتك، قال أنا جاهز. قسم 60,000 ب60,000، 60,000 متوسط الخطورة، 60,000 قليل الخطورة. بعد شهرين ونص $120,000 اتحولوا $170,000. بظرف شهرين $50,000 اجوا على حسابه. انا $50,000 بكل بساطة هو حق نص بيت يمكن هون بألمانيا، صح ولا لا؟ وهو عم بعده عم بيحلق. القصة الكونسبت اللي هون هو قرار عقلية، لما قرر وبدأ بهالمجال هاد شاف الفعل مباشرة بعد شهرين ونص. كل القصة يلزمها قرار فقط لا غير. مين منكم بيعرف شو يعني وضع البيتكوين؟ وين أموره؟ 50,000، بعدين ضن ل20,000، بعدين بيطلع كمان ل80,000، وممكن طالع ل200,000 حسب ما متوقع. طبعا لا تعتبروا الكلام هذا فرصة استثمارية، تمام؟ طيب أنت أو أنت كأشخاص موجودين هون، تمام؟ لو حدا اجاك وطلب منك النصيحة، أنا بشو تنصحني إني أستثمر، في العقارات ولا في العملات الرقمية؟ شو بدك تختار، عقارات ولا عملات رقمية؟ عقارات ولا عملات رقمية؟ حلو، معناته اللي علينا نشوف وين العملة الرقمية الأمثل لحتى نستثمر فيها. الله، وين العملة الرقمية اللي أنا ما بخسر فيها رأس مالي؟ العملة الرقمية اللي هي تمشي على مايوريتي سيستم، العملة الرقمية اللي فيها جماعة ألمانيا فورزيشيرون، صح ولا لا؟ لفظتها تمام صح؟ فورزيشيرون، ما بتخسر فيها رأس مالك. عملة رقمية بعيدة عن الذبذبة مثل ما عم بيصير مع البيتكوين والإيثيريوم وهالعملات الكبيرة. عملة رقمية فيها ضمان، انشورنس، تأمين من شركة لايتس اوف لندن، كمان يعتبر من أضخم البنوك الموجودة ببريطانيا. انداو
عملة انداو يلي إذا أنت أخذتها رح تعرف أنه تم تصنيعها مع تفادي أخطاء وعيوب البيتكوين، زائد انشورنس تأمين، زائد أنه إذا أي شخص أخذ الكلام هاد من آي جينيوس باقة ال3 سنين ممكن ياخذ فيه 15% كل سنة كفوائد. ال3 سنين أهم شيء لأي حدا بيدخل هالعالم هاد هو رأس المال. رأس مالك مضمون من شركة لويدز أوف لندن، فوائد كل سنة 15%. في أحلى من هالكلام هاد؟ طيب أنا فيني أستمتع وأنا بهالعالم هاد. أنا بحكيها دوما، أنت كشخص فيك تشتغل بشركة فولفو تخلص 8 ساعات تروح تشتغل 12 ساعة بشركة مرسيدس. يا قد يكون الأمر هاد أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، لكن جسمك ما بيتحمل، أنت إنسان. أما بعد ما تعرفت أنا على الأونلاين، من شاشتي نفسها بدخل سوق الفوركس، نفس الشاشة بفتح شاشة ثانية بدخل على سوق العملات الرقمية. بنفس المجال هاد بدخل المجالات التسويقية وبعمل كل اللي بدي إياه من دون ما أنا أحرك جسمي، من دون ما أتعب جسمي. جسمي هو للنادي، أضبطه في النادي. أنا على فكرة مسجل بالنادي بس مشان ضميري بيروح على النادي، والله العظيم. إذا حاليا ما بتشوفوا السيكس باك هون، السيكس باك عن ضميري شي واو. ليكم بهالعالم هاد مو بس أنت بدك تربح وتتعلم كيف تربح، بهالعالم هاد لازم تعرف كيف تستمتع. بهالعالم هاد أنت قادر تعمل الأموال والمعرفة مو بس بألمانيا، بجزر المالديف كمان، بإسبانيا كمان فيك تعمل كلام هذا. لأنه بشركة آي جينيوس بكل بساطة أنت راح تاخذ خصومات تصل لل 65% على أكثر من 1,000,000 فندق، طيران وبواخر وسيارات. عيش حياتك. البلدة اللي بدك تروح لها تمام، بس تأكد في إنترنت ومعك لابتوب فقط لا غير، لأنه فيك تعمل الأرقام والمعرفة من أي مكان بالعالم. لأنه بكل بساطة كمان في معنا شراكة مع شركة كوين زوم، عملات رقمية، كرت للعملات الرقمية. ممكن تستخدم الكرت هات بأكثر من 53 مليون محل بالعالم، لأنه مدعوم من قبل مين؟ فيزا. أنا كيف بدي أبلش؟ بكل بساطة اعرف شغلة واحدة، إذا أنت طالب، إذا أنت مدرس، إذا أنت مهندس، أي شيء بهالعالم هاد بحاجة للدفع. أنت اليوم اجيت استأجرت سيارة، قطار، ممكن أوتيل لحتى تجي تسمع واحد ممكن أنت حاليا ما عم تفهم من الكلام هذا اللي أنا عم بحكي لك إياه وبتخاف منه وكذا كذا. أنت تكلفت. نفس الأمر موجود هون، 3 باقات فيك أنت بكل بساطة تدخل باقة النخبة الإليت باكيج، أليرتس 1 تاخذ كل شيء VIP، زائد كل الباقة التعليمية مع الكرت الأسود، زائد خدمة الذكاء الاصطناعي. بريميوم باكيج فيها قنوات فوركس وعملات رقمية أقل، كل الباقة التعليمية، خصومات سياحية تصل لل 65%. سيلكت باكيج كمان فيها قنوات أقل،
كل الباقة التعليمية يعطيكم ألف عافية. ملاحظة صغيرة، أي حدا جاي عن طريق أي حدا أي سؤال عنده بهالمجال هاد يرجع لنفس الشخص، راح يساعده بكل شيء. نعطيكم العافية. نسمع زقفة قوية للكوتش أريان برمكي. طبعا كوتش أريان برمكي أحد قصص النجاح اللي دخلوا هذا المجال عن طريق أكاديمية iGenius. رح نسمع أعظم قصة نجاح بهذا المجال من شخص كلياتكم تروحوا على الكافيه، مو على الأراجيل تشربوا أراجيل، اللي ما بيشرب بيروح مع رفيقه اللي بيشرب، صح؟ طبعا كل التحية لهذا الشخص اللي بيجي بيقدم لك النارة وبيجي بيخدمك بالأرجيلتك وبيظبط لك إياها. كل التحية لهذا الشخص. الشخص اللي راح نحكي عنه هلأ كان من هالأشخاص، كان يشتغل على النارة، ترك راح اشتغل بالجيم بالنادي، يستقبل عالم، يعطيه البشكير، يعطيه كذا، ما استسلم، دخل بمجال الأونلاين، دخل بسنة 2017. بال2020 أسس جيم تشينجرز 3 سنين. شو هالإنسان اللي عنده كل هالصبر؟ اليوم عندي بالفريق وعندكم بالفريق بيدخل واحد بالمجال 2 3 بيقول لك صار لي 3 أشهر. بالله عن جد؟ صار لك 3 أشهر؟ شو هي المصاري بتجي هيك يعني؟ 3 سنين هذا الزلمة مستمر 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 مستمر. اليوم هو أول مليونير عربي بمجال التداول بشرق الأوسط. الكوتش راكان خليفة. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night, got this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. تحية لكل الناس اللي معانا. خلينا نشوف الناس واقفين هيك شوي، واقفين شوي، واقفين. مدلي هيك يمين، واحد يمين، واحد شمال، اعمل لي شوي ستريتشات. حاسس الناس نايمة، سمعوني صوت. أعلى مرة تانية. ثانك يو. خلاص تفضلوا. بس كنا بنحرككم شوي يعني. أنا حاط صوتي مرتين عادي. سامعيني تمام؟ عادي أنزل هون. حفايتي بتتزحلق هلا. لاحظتوا الحفاية على فكرة؟ في حدا سألني ليش؟ قلت له جاست إن كيس حدا حكى كلمة على السريع يعني بدون ما. كيفكم حبايبي؟ شو أخباركم؟ تمام؟ الناس جاهزين اليوم ولا مش جاهزين؟ جاهزين ولا مش جاهزين؟ نعطي تحية برضه لكل الكوتشات اللي معانا، تحية كبيرة لكل الكوتشات، تحية لكوتش أريان
على يكون الهيد تبع المنظمه تبعت يوروب، وكل الشغل اللي اشتغلناه. على فكره هذا الايفنت يعني احنا بجوز اقل من شهر قررنا فيه. احنا عندنا ايفنت كتير كبير بالضبط كمان 20 يوم بالعالم العربي، بس اجى هذا الايفنت وقال لي ركان لازم تنزل اوروبا. طبعا هاي انا صار لي فوق ال 15 سنه ما نزلت اوروبا. لما اخر مره نزلت كنت ولد صغير وكنت مع اهلي، فنزلت اوروبا المره هاي حتكون غير ان شاء الله. فحنحكي عن كم من شغله بدي اياكم تسمعوا منيح، واذا عندكم تليفوناتكم تاخذوا شويه نوتس ضروري، لانه الشغلات اليوم ححكيها حتكون غير. ممكن اكون شوي وقح، ممكن اكون شوي دايركت. انا في الوالد عندي بحكي له ركان انت عندك ديزيز، في عندك شغله كثير كثير مش حلوه فيك اللي بقلبك على لسانك. فاحكوا اعطوني الكونفرميشن اذا انا المستعدين اليوم اكون صريح معكم. تمام تمام. في 5 حكوا لي تمام، والباقي تمام. طيب ارجع 10 كاميرات ابشر هيك تمام. هون خلص تمام. الكوتش حكى لي شايفين كوتشابل على السريع ابشر. طبعا كوتش اريان حكى عن كثير شغلات، من التعليم للتداول للذكاء الاصطناعي. ما ترك شيء. ايه ما ترك شيء. لا لا الله يسعدك ما ترك شيء. تحية لكوتش اريان، تحية. قلبين جد انك سوري. حبيبنا يا برا. جد ما خلى إشي، بس احيانا بيكون الشخص جديد قدامك مش فاهم كل اللي عم بيصير. يعني في انا متاكد ناس ورا قاعدين يا اخوان شو في؟ ليش عم بصرخوا؟ ليش عم بصفقوا للناس؟ شو جي سي هاي؟ شو هاي؟ واتس اوكي. انا بتذكر اول ايفنت حضرته كنت قاعد ورا وبطلع يا اخوان الناس ليش متحمسه؟ شو جد شو هالمجانين؟ ليش قاعدين؟ ليش شو في؟ ومين هذا اللي عم بصفقوا له عشان عمل له كم من دولار؟ من متى احنا بنصفي للناس الاغنياء؟ فكان عندي كثير اسئله بعقلي مش فاهمها. طبعا عارفين العرق العربي انا فيش عرب بالصاله ايامها، بحس حالي الوحيد العربي، فقاعد ورا بتطلع وبجحر بكل الناس. طبعا انتم احنا عارفين عندنا العاده الوسخه العربيه، الجادجمنت على السريع. طلع شو لابس، طلع كيف بحكي، طلع شو بحكي. فالعاده هاي الوسخه اكيد يعني بعقلي قاعد ورا وبحكي. وبتذكرها زي امبارح، في واحد اجنبي اجى على جنبي، والاجنبي هذا بحكي لي ركان شو رايك؟ وهيك وبتسالني شو رايك؟ بحكي له حلوه عجبتني. قال لي برو سجلت؟ قلت له لا ما سجلت. قلت له برو كيف تعرفت؟ وبلشت احكي له كيف تعرفت على المجال. هلا كيف دخل معظم الناس؟ مين معنا بالفريق يرفع ايده معنا بالفريق؟ حلو كتير. معظمكم تعرفتوا احكوا لي من الطرق اللي تعرفتوها. في ناس اونلاين. مين تعرف على الناس اونلاين؟ مين تعرف على شركتنا اونلاين؟ في ناس بيعرف حدا قريبه، في حدا بيعرف هون. انا ما كنت بعرف ولا حدا كان بيعرفني. انا قابلت بنت صبيه حلوه بالكلب، شفتها بتتداول، وانا كنت تفكيري التداول شغله ثانيه من الاخر يعني. وحكت لي ركان في عندنا ميتنج باوتيل. انا قلت بس ميتنج اوتيل هذا هو. هذا هو. فشفتها مره كنت شغال بنايت كلاب، كنت بمسح طاولات وهيك. فكنت قاعد فانا ماشي من وراها ماسك التليفون هيك، هي عم بتحاول توريني بالعقل. يعني عمركم حدا كنت قاعد قدام حدا وعم بحاول يوريك هيك بالعقل شغله؟ فبحكي لها شو هذا التشارت؟ تحكي لي فوركس. بحكي لها اكل صينيه هاي. شو الفوركس؟ حكت لي بتداول ما ادري ايش. بحكي لها طب اوكي اختصري قد ايه بتعملي؟ قالت لي بعمل $1000 بالاسبوع. $1000 بالاسبوع. قالت لي يس. اول فكره فقلت لها انت معانا بالكلاب قد ايه بتعملي؟ بتحكي ركان انا بشتغل بس يوم السبت، بعمل $1000 وبعمل $1000 بالاسبوع، يعني بشتغل لي يومين بالاسبوع. قلت لها يعني انت تشتغلي يومين بالاسبوع تعملي $8000 بالشهر، وانا شغال فول تايم بالنادي، فول تايم بالكلب، بحاول اسوي الاراجيل، ولسه رايح الجامعه وبحرث ويا دوب $4000. فطبعا انفصمت يوميتها انه عم تحكي الصح، بلكي يمكن عم تكذب علي. طب انا بعرف لانه انا مديرها بالكلب، فانا عارف قد ايه بتعمل معانا، ويس بتعمل $1000.
قلت لها طب وريني، وبلشت توريني شويه سكرين شوتات على 1000 و1000 و1000. طب اوكي، قالت لي اسمع البزنس بارتنر تبعي اليوم جاي على الكلاب، حيجوا يعمل شويه كلابينج، تحكي معاه. اوكي، بيجيك واحد اسود ماشي بصف الاريت جديده قدام باب الكلاب. طبعا انا بطلع على الكاميرا، بديش اطلع برا، عيب، احنا عرب شو احنا نطلع برا. بطلع على الكاميرا والار 8، مين عارف الار 8 الاودي بتجنن، ايامها كانت حتى لسه الموديل الجديد طالع. بطلع عليها بحكي له هذا البزنس بارتنر، تحكي لي يس. هلا ما كانت تحكي لي انه هذا صاحبها، هاي القصه، ما حكي لي انه هذا صاحبها، تحكي لي البزنس بارتنر. ماشي بزنس بارتنر نحكي معاه. فوانا يعني بنظف طاولته، انا يعني كانت مهمتي اروح انظف الطاولات واسوي وانا بنظف بحكي له مان اللي بتعمله ليجل، يعني شرعي، يعني ما فيه لف ودوران، لانه عندي هيستوري انا ومش جاي على بالي انطرد من البلد. لانه صار لي فتره بكندا، انا اول سنه رحت كندا اوضاعنا كانت سليمه. كنت بحكي للشباب امبارح قصتي، في كثير ناس ما بتعرف قصتي واللي اجيت فيه. انا وانا صغير لفيت العالم، الوالد ما قصر معنا جد، لفيت العالم. ابوي من الناس اللي كثير كانت ناجحه بالسعوديه، وكان عنده بزنس كبير وشركات كبيره و بس كانت المشكله تفكير ابوي. وحنحكي عن التفكير كمان شوي، لانه شغله كثير مهمه وكان لازم انا اكسرها. كم حدا فيكم هون بيعرف حدا بحياته لسه المنتاليتي فقير شوي؟ فعيلي ايدك. 3 ورا، والباقي عادي، ما شاء الله. مره ثانيه نعمل السؤال مره ثانيه، مين مو فقير بمصاري، فقير بعقليته؟ في ناس احنا بنعرفها كثير فقراء بعقلهم، ممكن تحكي له فكره بحكي لك والله تعرف العرب بحب يتفلسف، والله انا قرات على السوشيال ميديا. يا زلمه اسكت، يا زلمه سوشيال ميديا مين؟ ولا امي طلعت كل اشياء الكورونا من الفيسبوك تبعها. كانت انتبه بس على الواتساب، الواتساب ممكن يجيك الكورونا منه، يما شو دخل الواتساب بالكورونا بعرض النور؟ يعني ما دخل، بس ايش الناس اللي بتضلها تلف على الفيسبوك وشغلات. قلت له اوكي مش مشكله. فكانت اول سنه لي بكندا عايش عادي، $5000 بالشهر، الوالد ببعث لي وعايش ملك، طالع نازل طلعات ويلا. ثاني سنه بلش ال5 صارت 4، ال4 صارت 3، ال3 صارت 2، ال2 صارت 1. طب ارنا الحجه يرضيكي ما يرضيكي، انا بيتي حقه 600، بدي اكل $400 بالشهر. تخيل، شايفين الليفل اللي كنت ساكن فيه؟ انا اكل $400 بالشهر كيف؟ انا بدي مينيمم $1000-2000 اكل، مع انه عادي يعني كستودنت عادي انك تاكل $400. بس شو اللي صار؟ تحكي لي ماما بس شهر شهرين وايش اوضاعها بتكون سليمه. ردت عليها كمان شهر شهرين، ماما شو صار؟ يا ركان من الاخر يا بتدبر حالك يا بترجع، يا بتدبر حالك يا بترجع السعوديه. طبعا انا شايف كل هالبنات بكندا وارجع السعوديه، ليش ان شاء الله؟ مش صحيين ابدا، مجانين. شفت كل اللي شفته بكندا بدي يوم ارجع السعوديه وانا فلسطيني، فيعني اخر بالسعوديه موظف ان يعني حنوا علي. فقلت لا اكيد لازم يكون في منتاليتي ثاني. قعدت بكندا 6 شهور، 6 شهور بكندا الليجل. يعني لو مسكوني الشرطه شو بيصير فيي؟ بالحفايه. وايامها بلشت ايش؟ ادور على شغل زي الناس، بس المشكله ما بقدر الاقي شغل زي الناس لانه ما معي اوراق، والطريقه الوحيده الاقي اوراق فيها انه ارجع الجامعه. فبلشت ادور، وهي القصه انه كيف بلشت اشتغل بالمحل الرجيل والكلاب. بلشت ادور على شغل معين انه بهيك يدفعوا لي. مين بيعرف كلمه بالحب؟ مين فاهم كلمه بالحب؟ فاهمين؟ بالحب يعني خلاص بدفع لي من ورا الطاوله، يدفع لي كاش، يمشي لي اياها بدون ضرائب، بدون ماشي. وبلشت اشتغل، والاونر تبع المحل كان كيف احكي لكم اياها، هاي دراج ديلر، كان صاحب يعني كان تاجر مخدرات. بس المحل من قدام محل شيشه. بحكي لي ركان انت تشتغل قدام مالكش دخل بورا. بحكي له شو في ورا؟ قال لي ما تسال. شو في ورا؟ ما تسال، ما دخلك. قلت له طب انا ارجع ولا ما ترجعش؟ قال لي ركان انت تركز بالمحل قدام وانا بدفع لك $150 بالليله. قلت له اوف حلوات. احنا بلشنا نرجع للطبقه العاليه، بلشنا نرجع للكينج ركان اللي بيستلم $5000 بالشهر. فبلشت ساعتها اشتغل بهالمحل وبندفع لي مزبوط. بلشت اشتغل 7 ايام، وبعدين رحت اقنعت الجامعه انه بالله عليكم بدفع لكم بالشهر
بس رجعوني على الجامعه عشان اخذ اوراقي عشان ارجع ليجل. وبرضه رجعت على الجامعه وايش شو اسمه، في ليله من الليالي كان عندنا امتحان يوم السبت الصبح. ليش ما بعرف، من ربنا يوم السبت الصبح عندنا امتحان بالجامعه. فالجمعه بالليل بحكي لاونر المحل، بحكي له بدي اروح بكير لانه عندي امتحان بكره الصبح، وبدي احاول قد ما اقدر انه انجح بهالامتحان، لانه لما نجحتش مصيبه ثانيه هاي. قال لي ماشي، الساعه 12 تاخذ المصاري اللي بدك اياها من الكاشير بتروح. الساعه 12 ودقيقه روحت. الساعه 12 وربع كنت في البيت. 12 ونص بيجيني اتصال من صاحب العماره، مش صاحب المحل، صاحب العماره. بحكي له وينك؟ بحكي له بالبيت. قال لي ما اشتغلتش اليوم؟ قلت له بلا اشتغلت. قال لي انت كيف في البيت؟ بحكي له ليش شو صار؟ بحكي لي المحل دخلت عليه القوات الخاصه وسحبوا كل الناس بالمحل على ربع ساعه. فانا قلت الحمد لله ما انسحبت. 5 دقايق لقيت الشرطه قدام باب بيتي. قال لي ركان خليفه؟ قلت ايوه هاي هي الحلقه الاخيره، هاي سفرتي على السعوديه. فقلت له اجيب شنطتي معاي ولا اسحبها من هلا عشان تسفروني من محل الشرطه. طبعا بدخلوني على الشرطه، وسؤال ورا سؤال ورا سؤال. تعال احنا صرنا بنراقب المحل 6 شهور وانت شغال كل يوم، شو بتسوي هناك؟ طبعا اقنع الزلمه هذا انه انا بشتغل كاش. المشكله اذا حكيت له اشتغل كاش وانت ليجل يعني انت برا البلد. فانا عندي كذبه واحده، قلت له اسمع سامعين جردي للكذبه، شوفوا لي هالكذبه عشان تعرفوا ايش انه احنا بنعرف نلف وندور. قلت له مان انا باجي كل يوم بشتغل ببلاش، هو بيعطيني الراس الارجيله وبيعطيني اكل وانا بدرس بالزاويه. كيفني وانا معاكم؟ المهم ما بعرف كيف صدقني، نزلت له كم من دمعه فهمتوا علي كيف؟ ومشاني. طبعا هلا المشكله مش بالمحل، المشكله رجعنا لنقطه الصفر. هلا انا الشهر الجاي ما حدا دفع للجامعه، واذا ما دفعت للجامعه حيسحبوا الورقه مني، وسحبوا الورقه لسه رجعنا للصفر. فساعتها بلشت ايش ادور على شغل ثاني، وهاي كيف دخلت على الجيم، وهذا اللي دخلته بالنادي. فساعتها قررت قرار انه انا ما بدي اكون او احط مصيري بايد حدا. يعني انا لو كنت في المحل كان في مصيبه. فبلشت ادور على شغلات اعملها اون ذا سايد اونلاين. مين قبل هيك شاف كم من حدا اونلاين بحكي لك تعال وبتقدر تعمل مصاري وحط مصاري هون وبوب بتلاقيه ماسك اللامبرجيني وماشي وطالع، ولا الفراري وطالع. وانا دخلت دولار وطلعت $1,000,000. واو ما شاء الله تبارك الله. وبتبلش تدور عليهم فكتير شفت الناس هاي على الانستغرام، وانتم عارفين الانستغرام لما تطلع شغله بلشت تطلع كل الشغلات نفسها. فكل شوي يطلع لي اد واحد متداول، كل شوي يطلع لي اد واحد هيك. اخر شيء قلت خليني بس ادخل، خليني بس اجرب. شوف المصيبه، دخلت على اليوتيوب. هي كانت هاي المصيبه الاولى. فاذا بتاخذوا نوتس، اول مصيبه لا تروح على اليوتيوب. هاي اول مصيبه. بلشت اتعلم من اليوتيوب وحسيت حالي كينج. الشخص على اليوتيوب حكى لما تطلع وتنزل وتطلع مره ثانيه بيع. قال لي ركان تطلع تنزل تطلع بيع على السريع. انا قلت دن يا كبير، بيع ستوب لوس. خسرت. قلت ما بجوز مره ما زبطت. قال لي ركان تنزل تطلع تنزل مره ثانيه اشتري. روح طالعه يا كبير، حط $500. وانا ايامها كان تفكيري بالتداول غير، فكرته زي الراشن روليت انه تدخل اول ان. فهمتوا علي كيف؟ فعم بستنى عم بستنى اول اضغط باي. صفرنا الاكونت مره ثانيه، صرفت $2,000 وانا على طالع نازل طالع بيع، طالع نازل طالع اشتري. ضليتنا هيك. فخسرت كم من $1000 وانا بتغابى. قلت خلص ستوب، خلينا ندور على طريقه معينه. برجع ادور اونلاين ما لقيت. وسبحان الله بعد باسبوع شفت البنت بالكلب. متخيلين؟ فانا رجعت شويه. فلما قابلت كان بالكلب قلت له مان انا خسرت مصاري وما بدي اخسر كمان، اعطيني طريقه صح. قال لي ركان ما لك الا التعليم. فلما نحكي كلمه تعليم في كثير ناس اصلا بتفكرها صعبه، بتفكرها تو ماتش. بس انا عندي اصرف $2,000 بالتعليم ولا اصرف $2,000 بغباء طالع نازل. $2,000 تعليم ولا $2,000 اخسرهم والله لاني بتغابى قاعد. معظم الناس مش فاهم الكونسبت هذا، مش فاهم انه ممكن يدخل التداول ويلاقي طريقه معينه يطلع فيها.
طبعا الشركه احنا عندنا طبعا مش نكون صريحين اليوم لانه حنكون صريحين مع بعض، بعمرها ما كانت هي الشركه العملاقه البوب بوب بوب. بس لما دخلت وتعلمت الاساسيات صار عندي بليف بالشركه انه الناس هاي علمتني شغلات، انه الشغلات هاي انا لو بقدمها وبركز فيها، مليون بالمية لقدام ممكن اعمل مصاري. احنا اليوم الدكتور قد ايه بدرس عشان يصير دكتور زي الناس؟ كم سنة؟ 5 سنين؟ 5 6؟ بدك تتخصص كم بدك؟ 8 10؟ طب انا كمتداول لو بس سنة سنتين 3 فيكم بقدر اعمل $1,000,000؟ مليون بالمية. لو بتعلم اتداول طريقة صح اكيد مليون بالمية. سيدي ما بدي اعمل $1,000,000. في بعضكم اليوم مو مصدق انه اصلا بحياته ممكن يعمل $1,000,000. في ناس كتير نعرفها احنا ما بيصدقوا انه كيف انا اعمل $1,000,000. انا عمري ما عملت فوق $1,000 احكي لي $1,000,000 واتس اوكي. على فكره اتس اوكي، اتس عادي كتير. هنحكي عن ايش، في قوانين معينه لازم تمسكوها. فانا كان عندي شغله التعليم، هاي شغله كبيره. طبعا ايامها زمان ما كان في زي اليوم اللي معانا بالفريق. اليوم تليجرام وجروبات ومدلعين. زمان امبارح وريتهم صوره على الايميل يا كبير، على الايميل بتكون سكالبينج، يعني فيش هي توصل اصلا ستوب لوس راحت زمان. فيعني السيستم كتير تغير. لما دخل اريان وكل شجاع لما دخلوا معنا بالبزنس ما كان في ولا كلمه عربيه بالويب سايت، ما كان عندنا ولا عربي. مروان هدول اجوا ولا لسه فيها كوتشين جايين عنا من الكوتشات التداول تبعونا. فهمتوا علي كيف؟ اجوا؟ لسه اوكي. ما كان عندنا ولا حدا بيحكي عربي. فانا زي ايامها لما بلشنا عالم عربي كنت انا بروح بتعلم شويه فوركس وبرجع عند العرب وبدرسهم. شو المشكله بالعرب؟ ركان شو الكلمه هاي بالعربي؟ ما بعرف يا برو، بعرفش، عمري ما درست فوركس عربي، كيف تعلمك اياها؟ وفي مره هاي بجوز اللي فرطت فيها. في مره كنا على مكالمه عم بحاول اشرح الفوركس شو هو، ماشي، وبحكي، فبحكي لي حدا بالتشات على الزوم بحكي لي ركان شو الدعم والقوائم. فكرته بمزح، فكرته بحكي له بالقران. هاي هو قصده انه السبورت ريزيستنس. انا بعرفش الكلمه بالعربي. ففي كثير شغلات تعلمناها اوفر سنين. اليوم عندنا فوق ال6 خبراء بيدرسوا بالعربي بالكورس. عندنا 6 3 4 فوركس وكم 1 كريبتو، وفي 2 جايين برضه 1 فوركس 1 كريبتو. الناس هاي خبره. احنا بنحكي عن 10 20 سنه. متخيلين انتوا اقص تعليمك من بسنه تعلم اللي تعلمه ب20 سنه؟ ما هاي الشغلات المهمه اللي كتير ناس مو فاهميتها. طب ركان ليش عشان هيك ليش؟ اليوم غير الخبراء. طبعا كلكم سامعين بالبيتكوين. مين سامع بالبيتكوين؟ سامعين بالبيتكوين؟ اوريكم شغله. طلع لكم بيتكوين من جديد. اخذت الكرت هذا، شايفينه؟ طب اسمع لا انسى الكرت عشان تعرف انه ثقيل انت وياه. ايوه يا سلام عليكي. هو زي الذهب. طبعا الكروت من جديد تقدر ايش تعمل عليها بيتكوين وهيك. شركه كوين زوم ان شاء الله خاصه باوروبا حتكون ريدي بهالشهرين 3. انتم متخيلين تكون من اول الشركات اكيد غير البروكرات زي الباينانس اللي تقدر تحط عليها اي مبلغ باي عمله وتروح على اي بنك تسحبهم عادي. طب شايفين لوين التكنولوجيا واصله؟ بيتكوين ب 2008 ما كان إشي، ما كانت في ناس بتآمن بالبيتكوين. الناس تحكي لك نصب، ولا الناس تحكي لك والله فقاعه، ولا الناس تحكي لك هيك ولا هيك. طب حبيبي انت فاهم البيتكوين؟ انت فاهم شو اصله وشو فصله؟ في ناس تاخذ البيتكوين كتداول، في ناس تاخذ البيتكوين كعمله استثماريه. هلا ايذر واي انت ربحان. انا اليوم لو حطيت مصاري قبل سنه بالبيتكوين، قبل سنه، اليوم ربحان ولا لا؟ مين بيعرف؟ ربحانين صح؟ اذا حطيت مصاري بالبيتكوين اليوم ربحان. سيدي اذا حطيتها قبل سنتين برضه ربحان. هي المشكله الناس ما بتقدر تستنى شوي. طب للناس اللي مشغوله، مين مشغول هون؟ ارفع لي ايدك اذا مشغول، يعني شغال طول اليوم، عندك شغل، عندك جامعه، عندك متزوج 4 متزوج 4 ما شاء الله تبارك الله، الله يزيدك. قصدي الله خلص اسكت.
مش عارف. فالناس المشغولين اوكي حبيبي تعال عندي ذكاء اصطناعي بدي اقول لك انتوا عارفين اليوم اي حدا فيكم بده يروح يعمل شراكه مع اندوتك حبيبي هات $200,000 والاكونت تبعك مينيمم على $2 مليون مينيمم. طب احنا لما التناقشات الاولى كانوا هذا المينيمم تبعهم، فاحيانا لو احنا بدنا الشركه تتعامل مع واحد صغير، انا معي $1000، كم حدا فيكم بيعرف حدا بس معه $1000؟ انا معي بس $1000 سيدي، شو بدي اسوي فيها؟ ما تحكي لي ادخل واطلع نو واي. انا بدي اعطي البروجكت تبعي للناس العاديه. في مقوله بحكي لك بالانجليزي the rich gets richer، الغني بيغنى. ليش؟ مين بيعرف؟ ليش الاغنياء بيضلوا اغنياء؟ منتاليتي، اوكي منتاليتي نفس المنتاليتي، ما بيخاف. غيره مشغل مصاريه، على كائن اصطناعي 1,000,000%. غيره استثمار. غيره شو اسمه؟ معلقة الذهب. حلو، معلقة الذهب حبيت. مصاري بتجيب مصاري. مين آمن المصاري بتجيب مصاري؟ 1,000,000%. غيره ليش الغني بيغنى؟ يعني مثلا مين بيعرف هذا ايلون ماسك قد ايه شو عنده؟ اهداف برضه تيك ريسك. غيره في جواب عم بدور عليه. غيره بدرس الخساره قبل الربح. حبيت المنتاليتي. شو منتاليتي برضه؟ شو حكي؟ مخاطره، ريسك. غيره طب بحب احكي لكم الناس الاغنياء عندها اكسس احنا ما عندنا اياه. انا واعوذ بالله من كلمه انا، اول ما وصلت لرتبه معينه بالشركه بلش يندفع لي راتب معين. وصلني اتصال، عمرك اجاك اتصال مكتوب انون على الفون اي دي مكتوب انون، فبحكي مين برن علي من انون؟ يعني شو الوقاحه هاي؟ فذكرت رن علي مره ثانيه. رديت قال له مرحبا مستر كان خليفه. يس هاو كان هيلب يو، كيف بقدر اساعدك؟ قال لي احنا اخذنا ارقامك من الحكومه الكنديه، انت بتعمل هالقد، احنا ممكن نعطيك بنك تعطيك مينيمم بالسنه 30%. قلت له انا اول مره اسمع بهيدج فند بعت 30%، انت ليش ما رنيت علي قبل سنتين؟ ليش هلا بترن علي؟ يعني شو الغير؟ هلا انت دخلت تاكس براكت معين واحنا بنرن عليك. متخيلين الناس بالتاكس براكت المعين اللي بيدفع 20 و30 و40%، اللي بيعمل نص مليون وفوق، عندهم بنوك غير البنوك العاديه. مين اول مره بسمعها هاي؟ تخيل بحكي لي ركان حط مصاريك ببنكنا. قلت له انا عمري ما سمعت ببنكك. انا كل يوم بالشارع بعون ما شفت البنك تبعك. قال لي لا احنا بنكنا شوي ليميتد، انفايت اونلي، يعني لازم تنعزم عشان تحط مصاريك بالبنك عندهم. بحكي ركان 30% بالسنه. 30%؟ قال لي يس افريج 30%، في مرات ننزل 20 نطلع 30 عادي. قلت له طب برو انا لو عندي صاحبي بدي يشتغل معاكم كيف؟ قال لي لا انفايت اونلي. قلت له يعني انت بتحكي لي لانه انا عندي انكم معين انت رنيت علي، وانا لو ما معي الانكم هذا بتبطل ترن علي؟ قال لي يس. شو الوقاحه هاي؟ مش جد انك وقح. وهذا الموجود. الناس الاغنياء عندهم اكسس. فكركم بيل جيتس قاعد على اللابتوب عم بدور على ستوكس، ولا ايلون ماسك قاعد على التليفون متى الدوج كوين حيطلع؟ مين حط مصاري بالدوج كوين؟ والله مصيبه، نحكي على الدوج كوين بعدين. الناس هاي مو قاعده، عندها اكسبرتيز، عندها ناس حواليها عم بندفع لهم ملايين الدولارات عشان يحكوا له كلمه كلمتين. اتسفرت على مين شاف رحله دبي؟ لما نزلت دبي انا اتسفرت على دبي عشان تكونوا بالصوره. المفروض ما احكيها بس اتس اوكي. اتسفرت على دبي، اتسفرت من شيخين. قال لي ركان بدنا نحكي معك. قلت له طب نعمل زوم. قال لي لا احنا ما بينفعش معنا الزوم. قلت له دبي صعبه. قال لي احنا دفعنا اوريدي الطياره والاوتيل مستنينك. اوكي بشوفك الاسبوع الجاي. ريدي نكست ويك حبيبي. طبعا نقعد مع الناس، طبعا بوقعوك فورم قد الاردن انك ما تحكي اساميهم وما، بس يعني شيوخ بدبي ماشي. الشيوخ هاي تحكي ركان والله عندي 20 30 مليون دولار مش عارف شو اسوي فيهم. الله يلعن. طبعا نكد علي بالقعده، بس هاي شغله ثانيه.
فبحكي له يس احنا عندنا هيك وهيك وهيك، فحط تقريبا 20 مليون دولار باندوتك، فوق ال 5 مليون دولار بانداو. والله ما سأل سؤال، قال لي ركب بس وريني الارقام. وريني الارقام، وريته نفس الارقام اللي شو اسمه. بتعرف شو صار؟ نفس اليوم قابلت واحد صاحبي بعرفه من زمان، فعم بوريه الارقام، بحكي ركان ما بعرف. قلت له انت لو تعرف مع مين كنت قاعد يا حبيبي. فلاحظت الفرقيه بين واحد غني وواحد فقير، ومش عم بحكي على المصاري. لاحظت الفرقيه بين واحد غني وواحد فقير، ومش عم بحكي على المصاري، عم بحكي على المنتاليتي. لانه ما ليش الشيخ ما سال ورا سؤال؟ مع انه حتى لو كان شيخ باي ذا واي 20 مليون دولار مصاري، يعني قد ما كان غني، قد ما قد ايه بده يكون معاه، يعني 100 مليون دولار 200 مليون دولار برضه مصاري. فهو ماخذ 20% من المصاري حاطها بالذكاء الاصطناعي وحاطها عنده بالباينانس. زبطها حبيبي، كينج لزوجك. فبلشت اركز على كم من شغله وتعلمتها وانا في دبي، وبدي اعلمكم اياها. تمام؟ ارفع لي ايدك الزر دي، والباقي ما بده. طب شوفوا نعمل هيك، بدل ما نصفق نعمل هيك عشان الصوت بس. طيب تمام. انا عندي شويه نوتس هون عشان ايش ما انساش. ويعني لو بتحبوا 450 مسج، ولو بتحبوا تاخذوا نص على الشغلات هاي ضروري، لانه ايش ضبط. اوف والله الباي طالع، سعد دينك. سوري. المهم في 7 شغلات بتخلي الفقير فقير. 7 شغلات. رقم 1 فقير بالروح. مين بيعرف شو يعني فقير بالروح؟ ايش؟ بالروح. على نياته حبيت. مين بيعرف حدا؟ مين بيعرف حدا بحكي لك طب ليش اجرب؟ طب تو ليت. بتعرف حدا زي هيك؟ انا بعرف. بتعرف ناس كثير؟ اذا ليش مش قدام الناس اذا عيب. المهم زيه هاد. في ناس تحكي لك والله تو ليت. يعني انا كنت بحكي مع ناس عن البيتكوين قبل سنه، لانه البيتكوين ما كان شيء ايامها، كان 20 25 الف دولار. برو خلص تو ليت. يا اخي انت شو بدريك انه تو ليت؟ كيف بدريك انه خلص خلصت السايكل تبعها؟ ما في، بدون دراسه. فالشخص هذا بعيوني انا فقير، اللي بحكي لك طب ليش اجرب؟ طب شوف انا معي هلا اجرب. كم حدا فيكم بيعرف حدا اليوم بفكر التفكير هذا؟ طب ليش اجرب اليوم؟ خلاص خلي الناس تجي حوالي يجربوا، مش مشكله. واذا زبطت معاهم حتزبط ايش؟ لانه على فكره المنتاليتي هذا غلط، لانه في كثير احيانا في شغله ممكن تزبط مع حدا، تزبط ما تزبط مع حدا ثاني. اعطيكم مثال، احنا بالسعوديه كنا كثير نلعب كوره. في حدا بيلعب كوره هون؟ ولا زي ما بتحكوها طابه. فهمتوا على كيف؟ كم واحد بنعرف من اللي انتم بتعرفوه انشهر بالكوره؟ واحد تعرفيه؟ ايه؟ حلو، واحد. هو الباقي؟ في هناك واحد. مين؟ بعرفوش بس ماشي. منتخب سوريا. انا بحكي انشهر، مش نلعب على مسدس براسه. غصب عنك بدك تلعب. حلو حلو. بس كثير ناس نحن بنعرف كثير ناس واحنا صغار بيلعبوا كوره، بس جزء صغير بيطلعوا بيلعب. طب الناس هاي لو سمعت لناس غيرها، والله انا جربت وما زبطت معي، وهم ما جربوا، شو كان صار فيهم؟ كان طلعوا ولا ما طلعوا؟ كان اكيد ما طلعوا، كان اكيد ما وصلوا. فناس فقيره. فهاي كانت اول شيء. الشغله الثانيه فقير بالحب. مين بيعرف شو يعني فقير بالحب؟ مين بيعرف حدا منكد دائما؟ مين بيعرف حدا؟ اسمعوا حوريكم بالضبط. جاهزين؟ يا اخي الدنيا صعبه. مان اوروبا مش عارف اعمل دولار فيها. فالشاب العالم العربي بحكي له اذا ما رايح اوروبا ومش عارف تعمل دولار واللي قاعد مثلا، يعني انا بعرف ناس لهلا قاعدين بسوريا بحكي لك مشان الله طلعني حسوي اي شيء، والشاب هون قاعد لك يا سلام مش عارف شو اسوي، مش عارف.
ملل لا مش لهالدرجه، اهدى شوي. هاي الناس اللي ما في جوي، ما في فرح، شو ما يصير منكد، شو ما يصير، ودائما بتطلع على السلبيات قبل الايجابيه. فبتطلع مثلا على الشركه، بتطلع كل البوزيتيف بالشركه. يعني كوتش اريان حكى اكس واكس واكس واكس، بس يا اخي الطريقه اللي حكى فيها كردي بنص الايفنت ما عجبتني. يا زلمه شو دخل، يا زلمه اسمع شو بيحكي، شو فارقه معي هو شو بده، شو فارقه معي انا الانفورميشن بدي اسمعها. انا حسجل عند الشركه doesn't matter. ففي ناس هيك دائما نكد، دائما نيجاتيف. انا الوالده عندها جانب نيجاتيف مش طبيعي، على كل إشي بتخاف. مين بيعرف هذا بخاف كتير؟ طب ركان انت مصاريك وينها؟ لانه هي بتشوف البنك عندي، ركان مصاريك وينها؟ طبعا انا مصاري كتير بالعملات الرقميه بالملايين، ليش؟ بديش احطها بالبنك، شو بدي فيها بالبنك؟ مش حسوي إشي. طب ركان افرض شو يما؟ افرض المصاري راحت. بحكي لها يعني كيف المصاري راحت يما؟ افرض الانترنت اختفى. قلت له هسه بدي افكر انا الانترنت اختفى شو بدي اسوي انا؟ اذا الانترنت اختفى احنا بمصيبه اصلا، انه انا تيمي كله على الانترنت. فمش يعني هاي بتكون اقل شيء. فبتلاقيهم دائما خايفين من كل شيء. طب ركان، طب حتشتري سيارة، يعني مثلا ابوي ركان حتشتري سياره. طب ركان افرض البنزين غالي، يعني يابا شاري سياره حقها $200,000، $200,000 بدي اطلع على بنزين. طب ركان افرض الانشورنس غالي. طب ركان كلمة افرض، في ناس عندنا بالشركة طب افرض ما زبطت معي. طب افرض زبطت معك، افرض زبطت معك. يعني انا اليوم ان سألت سؤال، في حد سألني سؤال قال لي ركان انت لو حكيت لا للفرصة هاي شو كان صار فيك؟ ما بعرف. غير هيك انا بحياتي انا ما بعرف. انا كركان تغيرت، وحتشوفوا اي حدا بيكون معنا حيكون غير بعد سنه، بعد سنتين، بعد ثلاثه. بتبلش تكتشف انت مين، لانه انت رائد اعمال. هلا حتى لو عندك شغل، على فكره الشغل مش عيب. اشتغلت بأسوأ اماكن ممكن تتخيلوها، الشغل مش عيب، بس تعلمت من الشغل هذا. وكنت دائما احكي حيجي يوم وامسك البزنس الخاص تبعي، حيجي يوم. لانه انا كنت دائما ضد الشغله هاي اصلا. ليش؟ لانه شفت ابوي هيك بحياته، شهر معه بالمصاري، شهر بيخسر، شهر بيعمل، شهر بيخسر، شهر بيكون عندنا 3 سيارات، شهر فيش ولا سيارة بالبيت، شهر في عندنا خدمتين، شهر كلهم انطردوا. يابا شو في؟ فأنا كنت أفكر إنه أصلا هو كان معصب دائما، هو أصلا حياته كانت. فكنت دائما ضد إنه واحد يكون رائد أعمال. ليش؟ ريحنا. كنت دائما ضد إنه حدا يكون رائد أعمال. ليش أكون رائد أعمال؟ أنا اليوم بوظيفة بندفع لي كل شهر وعادي. مين مآمن بإيمان الوظيفة؟ ما نضحكش على بعض. كم واحد فيكم أو بيعرف حدا مآمن بأمان الوظيفة؟ في كثير ناس نعرفها. يا زلمة إذا ميسي طردوه أنتم بدكم تكونوا قاعدين. ميسي طردوه إيمان الوظيفة. طبعا حطيتها على الانستغرام وبجوز تريليون حدا عمل لي تاج عليها. يعني الشغلات هاي كثير مهمة. طيب فشو أول واحدة كانت؟ مين بتذكر؟ مين تابع معي؟ أول واحد كان فقير بشو؟ بالروح. والثانية بالحب. شو الثالثة؟ مين بيعرف شو الثالثة؟ مين بيعرف حدا عنده وزدم، يعني عنده شو وزدم؟ حكيم. مين بيعرف حدا حكيم؟ مش اسمه حكيم قصدي. تقولش انت وياه. بتعرف حدا انا كثير بعرف ناس حكيمة. هلا حكيم ما بدل انه هو ذكي، بس حكيم من الاكسبيرينس تبعونه، من الشغلات اللي دخلوا، من الشغلات طلعوا عادي. بس في برأيي انا وكتبها هاي لانه بدي احكي لكم اياها وبدي اياكم تسمعوني كيف حكيها. في ناس انا بعرفها اغبياء. مين بعرف ناس اغبياء؟ لا عادي في ناس جد اغبياء، يعني خلص هيك يعني ربنا معطيه انه هو مش ذكي. عادي في ناس اغبياء، في ناس بيعرف انهم اغبياء جد. في ناس احكي لك انا ماليش بالشغلات هاي، انا غبي. اوكي يا حبيبي. في ناس هم اغبياء بس مفكرين حالهم مش اغبياء. مين بيعرف ناس زي هيك؟ عد واغلط. هدول اكثر شيء هدول. وفي ناس اذكياء بس عاملين حالهم اغبياء. فانا كركان طول عمري قلت يا سيدي انا قدام الناس تكون غبي،
بس انا ذكي اون ذا سايد، ما حدا له دخل فيي. ليش؟ لانه اسهل شيء عندي، انا بشتغل شغل لحالي، ما بدي اعمل واطلع. فهاي من الشغلات اللي ايش بحكي في مقوله بتحكي لك knowledge is knowing what you can do and wisdom is knowing what not to do it or when not to do it. الحكمه تعرف انه متى ما تعملها، الحكمه تعرف متى تدخل متى تطلع. يعني لو بنحكي عن التداول كثير قصه كبيره. الناس اللي ما دخلت، يعني في ناس كثير، مين انعرض له فكره البيتكوين زمان؟ متى؟ 2011 القطعه ب$5. الله لا يوفقك. نكت علي الله يلعن. غيره مين او سمع قصه البيتكوين زمان؟ متى؟ 15. حلو، يعني كانت لسه بالالاف. مين 13؟ مين حكى 13؟ 13 حلو، 13 يعني كانت ابو $500. 15 غيره في حدا انعرض عليه؟ يس 16. يعني كيف تعرفت عليها؟ هون؟ طيب الله لا يوفقك، اشتريت الايفون. يلا خليه خذ صور حبيبي. خذ صور على التليفون احسن لك من البيتكوين تبعك. فشرفتونا، يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. فالشغله هاي انا كثير ناس بعرفها ايش في عندهم حكم. فبحكي لك فرصه زي هاي ما بتتفوت لو فهم ماشي. كثير ناس مش شاطر بدهاش حتى تفهم. في ناس بورن بالشخصيه. مين بعرف حدا فقير بالشخصيه؟ يعني الناس اللي بتسرق، تكذب، ناقص، بيعطي وعود ما بقدر يكفيها. كثير ناس على فكره بنعرفهم زي هيك. وبحب احكي لكم كل واحد فينا عنده واحده من هدول مينيمم، ولا ما بنكون بالغرفه هاي. ما بجمعنا الا واقل ما فيها مينيمم واحده او تنتين فيها. واخر واحده اللي بدي احكي عنها، او اخر شغلتين. مين بيعرف حدا ما عنده الهابتس الصح او السلوكيات الصح او الروتين الصح؟ الهابتس تبعونه بتلاقيه ليزي، ضله قاعد بالدار، نتفليكس ورا نتفليكس ورا شو، كوره مباراه ورا مباراه. كثير نعرف ناس زي هيك. طب هدول فقراء ولا مش فقراء؟ فكوكم من المصاري، فقراء ولا مش فقراء؟ لأن الشغلات هاي لو تصلحت كل إشي تاني بحياته بتصلح. في واحدة في تنتين. واحدة تكون فقير بالسلوك. مين بيعرف حدا عنده الاتيتود زفت؟ معلش على الكلمة، اتيتود كتير وسخ. أنا كتير بعرف ناس عندهم اتيتود كتير جد، اتيتود مش صح. يعني كل إشي نكتب بحياته، كل دائما بطلع السلبيات، بطلع الشغلة زي هيك. وآخر إشي ليش؟ الفقير بالتعليم المالي. حسألكم سؤال ويا ريت تجاوبون عليه بصراحة. نسألكم سؤال تجاوبون عليه بصراحة. مين هون تعلم جد أساسيات المال؟ برا اجينيوس. واحد غيره. برا اجينيوس. لا اوكي صار. اذا قبل اجينيوس وين؟ لحالك؟ حلو كثير حلو. واحد اثنين، طب يعني توتال ثلاثة. كم 4 توتال. كم واحد فيه بالغرفة؟ 250 واحد. شايفين؟ طب سؤال، كيف تعلمت المال؟ عن طريق المنصات. حلو كثير حلو. يعني انت شخص بتعرف يعني كلمة ريسورسفul؟ يعني شخص هو دخل على المنصات وكان بده يتعلم. هلا الشخص العادي تيبيكال بيعملها ولا ما بيعملها؟ على الاغلب لا. على الاغلب بحكي لك يا زلمه اذا تعلمنا ما تعلمنا. ولا ايش بتمسي عن نظام الحجه؟ لكن بس حط مصاريك بالبنك. طب ماما ايش البرسنتج؟ لكن بس حط مصاري بالبنك ما عليك انت. طب وبعدين يا اما بدي احط مصاري بالعقارات. طب يا اما شو العقار شو بده يسوي؟ اشتري ذهب. الله يعني بتروح تتزوج بتعطيها للمراه وبتفات الفوت طلعت عليك. طب معلش نحكي عن الذهب. مين بيفهم بالذهب؟ العرب هسه بتلاقي خاصة. طب نحكي عن الذهب. مين؟ كبيرنا. الذهب ال10 سنين اللي فاتت طلع ولا نزل؟ طلع.
وال10 سنين اللي قبليها كان نازل. كم سنة نزل؟ تعرف؟ تقريبا 10 سنين أو 8 سنين. 8 سنين ضلوا على كيرفو نازل. والناس تحكي لك الذهب ايش؟ سيف ولا سكيور. يس، ما اختلفناش، يعني في عندي شوي انا كركان ذهب، بس انا اليوم بدي افكر بالذهب الجديد. شو الذهب الجديد؟ عملات رقميه، او بما معناها يعني اليوم اللي بيحكي لك هو الذهب الثاني هو البيتكوين نفسه. فكل واحد فينا بيقدر يدخل ويتعلم ويشوف ويطلع، وحسب انت او انتي قد ايه بدكم تتعلموا قد ما بدكم تطلع. اللي بحبه باي جينيوس ما في ليميت. ارفع ايدك اذا عملت $2 معانا، اذا معانا بالشركه وعملت $2. طبعا هلا الناس اللي رافعه ايديها هاي مستحيل تقنعها، مستحيل. حتلاقي دائما شغله هون بالعقل الباطني انه انا عملت مصاري اونلاين بدقيقه، كيف ارجع للشغل؟ انا بتذكر اول ما بلشت اعمل مصاري اونلاين، بلش شغلي يعني عملت لي $100 مثلا بساعه. انا يوميتي كله بالشغل اللي شغال 9 ساعات ب$100. يعني انا اتعلم ولا اروح انحر 9 ساعات. فبلشت افكر بدون ما احكي لحالي، على فكره لحالي اوتوماتيكلي بلشت طب اذا تعلمت زياده، طب عمل لي $100 هون $100 هون. هلا بحب احكي لكم انا اول 6 شهور ما عملتش ولا $1، زيرو. باجي على الايفنتات وباجي وبصرخ وبصفق وكل اسمع اي شيء بتعملوه انتم كنت بعمله 6 شهور ولا $1. والست شهور اللي بعديها الماكسيمم اللي عملته توتال $1000 توتال. يعني سنه انا بالنيجاتيف لانه عم بدفع الشهري بالنيجاتيف. الست شهور، اخر 6 شهور فرقت معي بطريقه كبيره. وحنهي لكم القصه هاي بستوري صارت معي وانا بكندا. في مره من المرات انا كنت دائما الصبح بطلع على ستاربكس هون هم عارفين انه بقعد بالزاويه الساعه 8 الصبح، وهون بدا على اساس هذا المكتب تبعي، ماشي. فبشتغل من الساعه 8، كان شغل الساعه 11 تقريبا عشان ايش؟ اروح النادي. بيجيني اتصال من بنت بعرفها بتحكي لي ركان انا شايف امك. قلت لها انت اصلا كيف تعرفي امي؟ قلت لها كان شفتها على الستوري تبعك وحاسس اني شايفها قدامي. فهي شو بتسوي؟ تحكي لي تعال شوفها انت لحالك. انا بحكي امي الساعه 9 الصبح، امي نايمه، امي ما عمرها ما اشتغلت، امي عمرها ما كان عندها وظيفه ولا بتعمل ولا. فانا قلت يا بتلاقي نايمه يا مشبهه. حتى كان حاجه اخذها، ما كان مع سياره ايام، حاجه اخذك من ستاربكس لانه عارف اكيد المقر تبعنا، حاجه اخذك من ستاربكس بدك تشوف لحالك. فاجت طبعا انا اول شيء فكرتها مزحه، انه البنت عم تمزح معي بس بتيجي تشوفني تتخوت. اجت تحكي لي اركب السياره، بحكي انت جد تحكي؟ قالت لي يس تعال بقى اركب السياره. بلشنا نسوق. عمرك رحت على محل وقلبك قد ما قربت قد ما بتقرب يا اخوان شو في؟ طبعا هاي بجوز ايام الشتويه بكندا، واللي بيعرف شتاء بكندا يعني من أسوأ الشتاء اللي ممكن ايش تحسه، أسوأ من روسيا. ومستحيل انسى هذا اليوم. اول ما وقفنا لقيت امي واقفه بالزاويه ماسكه الستوب ساين عم بتخلي الاولاد يمشوا يعني بعكس الشارع. طبعا انا هذا البزنس مان اللي مقنع كل الناس السوشيال ميديا انه انا سكسسفول وانا ما ادري مين وشغال فول تايم جوب وعندي شغلي وعم بعمل وعم بكبر وبحكي محاضرات. ونفس اليوم هداك كنت حاسس حالي ببيع احلام بس عايش بكابوس. كنت على الستيج، كنت قدام الناس بحكي للناس واحنا شركتنا واحنا ببيع حلم بس عايش كابوس. فرحت عندي قلت لها ياما ليش؟ انت عمرك ما اشتغلتي، ليش اليوم تشتغلي؟ قالت لي ركان احنا عارفين احنا مضايقين عليك انك بتدفع على البيت بتدفع على مصاريفنا،
بس ابوك بالسعوديه بده كم من دولار بس عشان ايش؟ يخلص اغراضه ويطلع بالسعوديه. طبعا هذاك اليوم اخذت قرار انه شو ما يصير بحياتي لازم البزنس يزبط. صار لي سنه ما بعمل مصاري، هلا بده يزبط، هلا بدي اكون اول ان. كثير ناس بستنوا لمصيبه تصير بحياتهم عشان يدخلوا اول ان. كثير ناس تستنى النيجاتيف يصير بحياتهم، شغلهم يروح، الشغلات اللي عم بيعملوها تروح، تصير شغله. انا كثير ناس بعرفها لعيبه كوره يصير شغله برجله ولا يصير شغله بكتفه ولا عشان يبدا شغل. طب ما اتس تو ليت. انا لو ضامن حالي بزنس اون ذا سايد، شو ما بعمل في عندي شغله داخل فيها انا ومركز فيها، عملت لي انكم معين، مش حخاف شو ما يصير. 3 شهور من هذاك اليوم بلشت اعمل $5000 بالشهر، 6 شهور من هذاك اليوم بلشت اعمل $10,000 بالشهر، وما نزلتش من يوميتها. كله عشان في يوم اخذت قرار انه شو ما يصير بالدنيا ما بدي اشوف الشوفه اللي شفتها مع امي. انه امي عم تطلع على ابنها الكبير، وابنها الكبير عم بتطلع عليها انه يما انا ما قدرت احميكم، وانا المفروض انا الكبير. وانتم عارفين برضه احنا كعرب كيف بنحس بالاحاسيس هاي. الاجانب مش فارقه معاهم، بتكون امي شغاله. اجانب العرب غير، بتلاقي لسه دمه حامي انه كيف انا امي تشتغل، كيف انا اليوم امي وابي بلغت سوري، امي وابوي راتبهم بالسنه يعدي من 100 ل $200,000 بالسنه. احذروا من مين؟ مني. من بزنس ركان خليفه. لانه كل السنين هاي عم بيشتغلوا. انا ابوي لسه داخل على 50، قلت له خلص يابا انت المفروض سويتش اوف. هلا انه تقنع ابوي يبطل يشتغل هاي قصه ثانيه، بس اهم شيء انه عنده انكم. لازم كيف يتحرك، يروح يشتري سياره، يبيع سياره، يشتري سياره. يابا اقعد بالدار، لا مش عارف اقعد بالدار، اتس اوكي، خليه يسوي اللي بده اياه. اهم شيء انه ما يجي ستريس على 50 انه بده يعمل مصاري. والشركه الوحيده اللي مدت ايدها واللي علمتني الشغلات الصح بالتداول برضه ببدايه البزنس كان شركه اي جينيوس. لا سالوا على الباك جراوند تبعي، ولا ركان انت ليجل ولا مش ليجل، ولا ركان هات اوراقك، ولا ركان انت من وين، ولا ركان الانجليزي تبعك مش منيح، ولا ركان انت مستعد تتعلم، ركان مستعد تشتغل زي الناس، ركان مستعد تعمل شويه فوكس. الشركه ممكن ايش تدلعك قد ما انت اشتغلت. فان شاء الله وانا حاسس انه في كم من حدا، مش الكل، في كم من حدا بهالصاله حنيجي مره ثانيه كمان 6 شهور هتحكوا لي ركان الستوري هاي هي اللي ايش اللي غيرت بحياتي وغيرت تفكيري. وان شاء الله هذا اول ايفنت من الايفنتات الكبيره اللي حتصير هون باوروبا. واحنا اليوم حيكون عندنا كم الخبراء حييجوا ايش يحكوا لكم شوي عن الهيستوري تبعهم وعن التريدينج، فبدي اياكم تكونوا سامعين لهم. ثانك يو كثير لكل الناس اللي كانوا معنا، ونشوفكم قريبا. والسلام عليكم. I don't know what it is that makes me feel like this. I don't know who you are, but you must be some kind of superstar. 'Cause you got all eyes on you no matter where you are. You just make me want. I don't know what it is. نسمع زقفة قوية للكوتش ركان خليفة. طبعا اهلا وسهلا فيكم جميعا مرة ثانية. أول شيء بدنا نتشكر الجنود المجهولين، سمعونا زقفة لجروب فيديو شيراز، وعلى الكنترول أواز أوكرات أو فوتوغراف شيرو. شكرا كثير لكم يا شباب، يعطيكم ألف عافية. طبعا هيثم برج أخوكم.
بعالم التداول في كتير استراتيجيات، في آلاف الاستراتيجيات. بشركة اي جينيوس في استراتيجية، هي مش هي أكاديمية اسمها اس كي أكاديمي. بعتنا الدعوة نحن لاثنين من الخبراء اللي بدرسونا هالاستراتيجيات، يعني استراتيجية الاس كي. بعتنا الدعوة لاثنين من الخبراء اللي موجودين بأكاديمية اي جينيوس، هن هون بألمانيا. هن لبوا الدعوة وموجودين معنا الأستاذ وائل والأستاذ عادل. أستاذ مروان، بعتذر. أستاذ مروان بعتذر برشا برشا. هلا بدنا نستقبل أول شيء الأستاذ عادل. سمعونا زقفة قوية. Bad bitches coming in twos. Ain't nobody telling what we gon' do. But when we run through, yeah, yeah. Diamonds on us popping out the sunroof. Red bottoms up on those shoes. Licking off shots like. But when we run through, yeah, yeah. I'ma walk through, yeah. Crib with a house and pool, yeah. Let her walk through. هاي، مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ هذا اول ظهور الي برات السيشن، اول ظهور الي بهيك مكان كبير، اول مره بحمل مايك، مالي متلبك ولا شوي. هحاول اقدم افضل ما عندي. كنت هيك محضر برزنتيشن صغيره، حابب انزل لتحت. في مجال. طيب اوكي. أول شيء عن نفسي، في عالم ظن تعرفني، في عالم لا. أنا عادل الشيخ مخانق من سوريا، من دمشق. لاجئ بألمانيا من عام 2015 تقريبا، صار لي 6 سنين ونص بألمانيا. مثلي مثل أي واحد هون بألمانيا حاول يثبت نفسه بأوروبا. تعرفوا الغابة، أوروبا غابة، بتمشوا بالشوارع. اليوم أول ظهور إلي بألمانيا الغربية بصراحة. وهنا بتشوفوا الفروقات بين العالم، بتشوفوا العالم كيف عم تقاتل، كيف عم تحارب، كيف عم تحاول توصل لراتب جديد، في عم تحاول توصل لراتب جيد. شيء عم بيحاول يلاقي شغل من برات مكتبه ببيته. مثل ما مرق علينا باوروبا في لوك داون، وقت سكرت المانيا كلياتها وفاتت العالم بالحيط، مثلنا اي واحد بيناتنا، مثل ما صار بالدول العربية، مثل ما صار هون بدول أوروبا. والعالم كتير فكرت إنه تعمل أونلاين بزنس. تمام؟ أنا من العالم اللي بلشت ب 2018 بالتداول. كنت بالجامعة ولساتني بالجامعة، بس حسيت إنه لازم أعمل شيء، لازم حسن، لازم. طلعت هيك، طب قديش راتبي أنا بس خلص؟ قديش بدي أشتغل لحالي حتى ساعد اهلي مثلا؟ قديش حاسس انه هالشيء اللي عم بدرسه، هالشيء اللي عم يعطيني اياه حيقدم لي النتائج اللي انا حابب اشوفها بالمستقبل؟ هذا الشيء سالت نفسي، سالت كثير عالم. طريق طويل كثير. فقلت اوكي، انا بما انه طالب، بما انه انا قاعد، بما انه عندي فرصه، وخصوصا هون باوروبا مثل ما بتعرفوا فرصنا نحن هون باوروبا اكبر بكثير من العالم الموجوده بالعالم العربي او الوطن العربي. مع الاسف في عنا دعم، في عنا شيء ما خليك تجوع، ما خليك تفكر بقيمة عيشك، ما تخليك تفكر باجار بيتك. وهذا الشيء اللي خلاني اوكي انا عندي فرصه. وانا من 2000 اول ما اجيت على المانيا قلت اوكي انا لاي فرصه بتعطيني اياها الحياه حابب الا ايه. تمام؟ والتداول كانت اول فرصه اونلاين اللي حبيت هيك الا ايه، ومن وقتها بلشت. تمام؟ في حضرت هيك برزنتيشن صغيره. لازم نكمل؟ هو بيضغط لي. مثل ما شايفين بهالصوره، مين لقاني؟ مين شافني؟ بينت عليكم شباب؟ ما حدا شايف؟ لا، شايفين هذا ابو الكنزه الحمراء او القميص الاحمر اللي بالنص؟ لفوق على اليسار بالكنزه التفاحيه، هذا انا. هذا كان اول ايفنت الي بالمانيا تحت متداول سكالبا اسمه توماس.
كان اول ما دخلت بالشركه، اول ما دخلت بهالعالم عند بهالجامعه اللي كنت ادرس فيها، قالوا لي اوكي في هلا كثير ايفنت قريبه وحابب انه تكون انت موجود فيها. قلت لهم يس بقدر. قديش حق التيكت؟ 50 يورو. رحت دفعت 50 يورو ورحت على الايفنت. كنت مالي فايت، مالي دارس شيء، مالي عامل شيء، ورحت على هذا الكامب اللي رحنا عليه 3 ايام، وقعدت اتعرف شو العالم عم تشتغل، شو العالم عم تخبص، شو هاد، شو عم يصير. ومن هالصوره قديش تتوقعوا كم واحد ضل منا هلا موجود بعالم التداول؟ بس المتداول اللي حضرنا عنده البرزنتيشن اللي عمل الكامب وانا. هاي الصوره كلياتها، وبهذا الشيء انا فخور فيه كثير عن جد. حتى الشخص يلي دلني على هذا الموضوع موجود كمان بهالصوره، بيبعث لي من فتره على الانستغرام بيقول لي واو عادل انت شو سويت؟ ما عاد تواصلنا مع بعض صرنا سنه وشوي، وين صرت؟ انت عم تشتغل مع ستيفان كاسينج عن جد؟ قال لي عن جد انت هلا صرت اديوكيتر عند ستيفان كاسينج؟ كنت انا عم روح افتح لك الفيديوهات تبعه، عم اقول لك تعال اعمل هيك، رسوم هذا الخط، اعمل اشتغل، وهلا انت صرت اديوكيتر عند ستيفان كاسينج؟ قلت له يس. قال لي كيف؟ في جمله بيقولوها بالالماني امبال بلايبن، دائما خليك عم تشوط الطابه، دائما خليك عم تلعب. كريستيانو رونالدو كل يوم بيروح بيلعب بالطابه مع انه هو احسن لاعب بالعالم، بس كل يوم بيحاول يلعب، بيحاول يشتغل. ميسي يا اخي، ميسي انا ما بحبه ميسي كثير بصراحه، اسف كثير. ميسي موهبه، كريستيانو ناتج عمل واجتهاد، فلهيك بحسه انسان كثير جيد، بحسه بحبه بس. شكرا. فيس، مين بيناتكم فات على الفوركس حاول يتداول؟ بس هيك رفع ايد. اوكي في كثير ايدين تحت. عالم التداول عباره عن كيف بدي اقول لكم، باستا، بدك تطبخ باستا، في معكرونه، في 50 وصفه لتقدر تطبخها. كل وصفه بتختلف عن الثانيه، وكل كل مستوى باستا بيختلف عن المستوى اللي بعده. وبالتداول هي عباره عن استراتيجيات، تمام؟ بظن في كثير بيناتكم حاول يبلش يتداول بالتداول، يحاول يتداول بالاسواق العملات، الذهب، السلع، الاسهم، يلي هو، وجرب استراتيجيات ونط من وحده لوحده ونط من وحده لوحده، وشاف هذا الزلمه ناشر صوره انه عم يجيب ارباح، خلص انا بدي بطل اتعلم هي الاستراتيجيه اللي انا عم بتعلمها حاليا، وروح اتعلم استراتيجيه هذاك الزلمه. روح عليها، انبسط فيها يومين بالارباح وبعدين تخفص، تمام؟ رحت على هي الاستراتيجيه كمان نفس الشيء، رحت تعلمت هاي الاستراتيجيه كمان نفس الشيء، رسمت خط بالطول، جاب لي اول يومين ارباح، اول اسبوع، اول شهرين خفص. رحت رسمت الخط بالعرض بالطول تحت فوق، جبت مؤشر RSI اللي هو اخر شيء كمان نفس الشيء. طب شو الوجع؟ شو الشيء الغلط اللي انا عم ساويه؟ طلع انه انا لازم كنت اتقبل انه كل استراتيجيه بالعامي فيها بلوعه، فيها في شيء سلبي، فانا بالتداول لازم اتقبل الشيء السلبي بالاستراتيجيه حتى شو اكسب الشيء الايجابي، تمام؟ بس ومن هالاستراتيجيات شوي مايل الصوره مو واضح اوكي. من الاستراتيجيات هي الاس كي سيستم تابعه لستيفان كاسينج. ستيفان كاسينج. هي الاستراتيجيه ناتجه عن شخص بعالم التداول ما له اسكم من اي واحد مننا، ما له اسكم مني، تمام؟ بس الشيء الوحيد يلي عمله هو سأل نفسه الاسئله الصح. هذا الزلمه ليش عم يخسر؟ هي الاستراتيجيه ليش عم تخسر؟ ليش انا عم بيجي يواجهني مشاكل بهالمنطقه؟ ليش انا ما عم بتحسن، ما عم بعمل شيء؟ ليش عم حاول اتعلم هي الاستراتيجيه ما عم تجيب نتائج مثل ما انا بدي اياها؟ فيها بلوعه، فيها شيء سلبي. فقال لك ستيفان اوكي انا بدي اسال نفسي الاسئله الصح، واعمل نظام خاص فيني ناتج عن خبرتي بكثير شغلات بالتداول، ناتج عن اخطاء الاستراتيجيات الثانيه اللي انا تعلمتها. ما اخذ الشيء الايجابي، اخذ الشيء السلبي. ليش؟
تخيلوا انا عم حاطط هيك 10 اطفال حلوين، تمام؟ قلت لكم طلعوا لي احلى طفلين، تمام؟ في الاشخاص كثير بنات بيقول لك هاد احلى واحد وهدول الاثنين احلى شيء. في اشخاص ثانيين بيقول لك هذا مو حلو، هذا مو حلو، هذا مو حلو، هذا مو حلو، واخر شيء بيطلع معهم هدول الشخصين نفسهم. بس اللي عمل اول ثاني حركه شو عمل؟ بنى خبرته، صار يفوت على كل منطقه وشوف شو سلبيات هذا الزلمه، ليش انا بدي اطلعه من القائمه تبعي. وعلى هالاساس ستيفان كاسينج طرح الاستراتيجيه تبعه، طرح نظام التداول تبعه متكامل، هو الاس كي سيستم. اس كي سيستم عباره عن شيء بسيط، السوق ماشي على عرض وطلب، بس في منطقه، انت في بكل منطقه بالسوق في عمليات بيع وشراء، هذا الشيء معروف، تمام؟ بس في منطقه واحده هي اللي بتعجب الكبير. انت وقت تفوت بحسابك الصغير انت فكر رح تحرك السوق ولا نص شمعه؟ مين بده يحرك السوق؟ الكبير. طب الكبير شو بيعمل؟ سمعتوا شي مره حوت راح اشترى بالغالي او راح باع برخيص؟ الحوت دائما ربحان، تمام؟ ففي عنده مناطق بحاول يشتري فيها، يتدخل فيها، يتداول فيها، هي المناطق يلي تعجبه. ونحن بالنسبه لنا كاسماك صغيره بالاسواق شو في عنا؟ بس علينا نتعلق بهذا الحوت، نشوف هذا الحوت وين بده يروح، وين بده يبلش، وين الاوردرز تبعه، وين بده يبلش خطته، تمام؟ وهذا الشيء اللي بيحاكيه الاس اس سيستم عن طريق شيء اسمه سيكونس، تمام؟ مثل ما شايفين في عندنا بالاس كي سيستم سيكونس بناء هذا الشيء عم نحكي عنه بالسيشنز. في عندنا هذا المربع المستطيل، اس كي سيستم معروف سيستم مستطيلات. هذا المستطيل بالاسود من قبل ما يمشي عليه السوق قلنا هي المنطقه منطقه حيتان، ولحنا بدنا نتعلق بهدول الحيتان. المنطقه الذهبيه عم يتابع بعدها شو عمل السوق من عندها؟ ارتد. امتى ارتد؟ وقت وصل لها. وانت كنت بعرف انه بده يوصل لها من قبل ما يوصل لها. ففي شيء بالسوق لازم تنتبهوا عليه، انه في شيء اسمه تسوفل، حظ، صدفه، حركات مبنيه على الصدفه، وفي مناطق بنقدر نتكهن بوجودها قبل ما يوصل عليها السوق. وهي المناطق بنمثلها احنا بالمستطيلات. كيف السوق نزل لتحت؟ ما حدا بيعرف، صدفه. كيف السوق بده يطلع من هي المنطقه؟ كمان ما حدا بيعرف. بس شو الشيء اللي بنعرفه؟ انه في مستطيل انا بدي اركب الاوردر تبعي فيه واتداول، تمام؟ كيف طلع، كيف شو عمل بهذا المستطيل؟ ما بيهمني. ما بيهمني. في كثير عالم هاي الحركه الجانبيه يكون عندها استراتيجيه معينه مربوطه بشيء معين تخسر لانه دخلت بمناطق الصدفه وعلقت الاوردر تبعها على حركات بالصدفه، تمام؟ في عندنا بالاس كي سيستم شيء اسمه برايس اكشن، معروف برايس اكشن، حركه السعر، السلوك السعري. اي مقطع يوتيوب تفتحوا عليه بيطلع معكم شو هو السلوك السعري. بالنسبه لنا بالاس كي حاولنا نفكر برات الصندوق، قلنا اوكي نحن بدنا نعمل البرايس اكشن الخاص فينا، وهذا الشكل بتحدى اي واحد بيناتكم شوفه باي مكان برات هي الشركه، لانه هي الشركه شركه اي جينيوس هي المنصه الوحيده للعالم العربي وللعرب لتعليم الاس كي سيستم. وهذا الشيء النقطه الاولى اللي حاسين فيها، وهو هذا الفخر اللي انا عايش فيه هلا حاليا. من اول ما بلشت تداول حسيت انه اوكي هذا الشيء، حاولت اتعلم اس كي سيستم، وحاولت مثلا طور حالي بهالمجال عن طريق اليوتيوب، عن طريق مقالات، عن طريق مقالات اللي عم تنتشر بتريدنج فيو، ما وصلت لشيء. بس وصلت لشيء اهم، انه انا عم بتعلم شيء ما له موجود، ما له مكان، ما له مرجع غير هذا الشخص اللي انا عم يعلمني هي الاستراتيجيه. ولهذا الشيء فكرت اوكي بيوم من الايام انا بدي فوت على العالم العربي اللي كل الاستراتيجيات الموجوده فيه متشابهه، بس شو؟ ايدين جديده، تمام؟ فالاس كي سيستم هو النظام اللي احنا عم ندرسه، اللي عم ننقله للعالم العربي، وهذا الشيء انا فخور فيه كثير، تمام؟ تمام. احنا حددنا قبل ما يطلع السوق لفوق المربع الاخضر تبعنا اللي حددنا اوكي هي المنطقه منطقه بيع اذا السوق طلع عليها، ومن عندها بنشوف الرياكشن. الموضوع سهل ولا صعب؟
سهل ولا صعب؟ اعلى سهل؟ اوكي، بس بده شغل كثير، بده شغل كثير. الاس كي سيستم او التداول بشكل عام هو الشيء السهل الممتنع. ما في اسرع من التداول بانك انت تعمل ببعض دقائق او ساعات آلاف الدولارات. ما في مهنه بالعالم تعطيك دقائق بسيطه تعطيك آلاف من الدولارات. بس شو الشيء الصعب؟ انك تقدر توصل لهي المناطق اللي انت بدك تعمل منها آلاف من الدولارات. هذا الشيء اللي بيميز الاشخاص يلي بيتعلموا بجد وبيستثمروا بوقتهم وبيستثمروا بحالهم بهالمجال. تمام؟ بظن المش كوتش مروان حابب يكمل القسم اللي بعده. تمام؟ شكرا لكم. سمونا زقفة قوية للكوتش عادل، وكمان برشا كوتش مروان بطل. السلام عليكم. يا أهلا يا أهلا. الحقيقة مش عارف إذا كوتش عادل خلينا كلام باش نقولوه. أول شيء شكرا لكم اللي حضرتوا معنا اليوم، شكرا اللي خصصتوا اليوم وقت اللي جيتوا، ونعرف اللي في عدد منكم جاوا من بلدان أخرى، جاوا من مئات كيلومتر. شكرا لكم، شكرا. بدون حضوركم كنا تقريبا احنا والكوتشات باش نجلسوا هون وحدنا. شكرا نفس الشيء للكوتشات اللي نظموا الايفنت. شكرا لكم كوتش ركان، كوتش اريان، كل الشباب، شكرا من القلب. تقريبا في نفس السنه مع عادل، يمكن بعض الاشهر فرق، بديت التداول في 2018. نفس الشيء يعني تقريبا تعرفت على ستيفان كاسينج بسرعه، حاولت تبعته، عجبني الستايل نتاعو رغم انه في كان اكثر من متداول وقتها في الجامعه. كان في متداولين فرنسيين اللي كانوا افضل بالنسبه للفهم، بالنسبه لي الالماني بتاعي كان متوسط. كان في انجليز، امريكان، تبعت العدد منهم الحقيقه المده لفتره طويله، قعدت ندرس في الناس هذوما، نحاول نتبع. والحقيقه الشيء اللي فقدته انه العقلانيه، انه نفس القرارات حاول، وهذه حسب رايي اصعب حاجه في التداول، انه قراراتك لازم تكون مبنيه على حجج عقلانيه 100%. بما انه الفلوس بصفه عامه ولا الاستثمار بصفه عامه يمكن، او شوف، اذا يخسروا فما ناس اذا يخسروا فلوس او يربحوا فلوس يفرحوا اكثر من اللازم ولا يحزنوا اكثر من اللازم. الاكتيفيتيز نتاع المتعلقه بالفلوس عاده ما تعمل عواطف. موافقيني شباب؟ العواطف هذم شباب هما بالحق اصعب شيء في السوق. يعني معركتك مع السوق هي معركتك مع نفسك، مع نفسيتك، مع انك تفهم ذهنك كيفاش يشتغل، مع تفهم مخاوفك، وهذوما حاجات يطلبوا منك احيانا انك تدخل تبحث على اجابات في داخلك، ويطلبوا منك انك تفهم نفسك قبل كل شيء. عادل ورا صورة، هي الصورة الأولى كانت تقريبا في تحدث على الإيفنت اللي وصل له، اللي مشى له. تقريبا كان هو الوحيد توا حاليا مع التريدر اللي منظم الإيفنت، هما الاثنين فقط اليوم أكتيف في الماركت، وكل البقية سلكوا طرق أخرى. هوني شباب نوصلوا بالحق السبب اللي يخلي 90% من الناس ما توصلش ولا ما تنجحش في هذا المجال، انهم يأيسوا ولا يخرجوا والا يبطلوا بسهوله، يختاروا طرق اخرى، يعني يسلموا قبل الوقت اللي يحققوا فيه نتائج. شباب بليز، التداول هو حاجه تاخذ منك بعض الوقت، باش نحاولوا نحن ككوتشات كاكسبرتس في الاكاديمي باش نحاولوا نربحوكم الوقت، نحاولوا نسهلوا لكم يعني المشاكل اللي نحن لقيناها ولا الطريق اللي نحن سلكناه، باش نحاولوا نبسطوه لكم ولا نحاولوا نجنبوكم انكم تقعوا في نفس الاخطاء اللي خذيناها. شكرا. قلنا السبب الاول هو الاستسلام. الناس استسلمت، مستحيل تنجح، صح؟
السبب الثاني شباب قلنا المشاعر ولا العواطف. العواطف صح، لازم نقف في بلاصه غير. السبب الثالث الريسك مانجمنت، مهم 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 جدا، يمكن اصلا اهم من التداول بيده. يعني نعرفوا كلنا لازم تاخذ قرارات، قرار بيع ولا تشري، والقرارات هذه فيها اثنين نتائج، يعني نتيجه ايجابيه ولا نتيجه سلبيه. واضح؟ هذه حاجه تخلي الامور 50-50، وتخلي الامور هذه فيها حظ كثير. يعني يمكن اذا ما عندكش، يمكن بضربه حظ تعمل ارقام خياليه، وفي اللحظه هذه ما لازمكش تفكر انك انت اقوى تريدر في الدنيا. وهذا الفخ اللي يقعوا فيه عاده الناس، انهم الايجو نتاعهم يبدا اصلا لما داخلين للسوق خاطئ، يفكروا انا بيجي عملت الاخطاء هذه، فكرت روحي اذكى من الناس، قلت الناس تاخذ 1% ريسك فقط، هذا الناس ما يفهموش، انا باش نحاول ناخذ 10% ريسك مثلا. فكرت نفسي اذكى من الناس، قلت خليني نربح وقت، 10% افضل من 1%. موافقيني ولا؟ هذا هو شباب الخطأ الكبير، انه الناس ما تحترمش إدارة رأس المال. يعني ناس ب$100 تتداول على اساس عندها حساب $100,000، وهذا شيء بطبيعة غير واقعي. تقريبا في 2018 لما بديت مع شتيفان كما قلت لكم، الشيء اللي ينقص بقية المتداولين العقلانية، رغم انه كان شباب بالنسبة لي اللغة الألمانية. يعني في 2018 أنا تقريبا في ألمانيا من 5 سنوات، في 2018 الألمانية متاعي كانت متوسطة إلى سيئة، وكان بالحق مش صعب، كان بالحق حاجة تشالنج بالنسبة لي اني نحاول نركز مع شتيفان كاسينغ انه يحكي بالألمانية في سيشن طولها ساعة لمدة 3 سنوات. ما كانش حاجة بطبيعة بداية، بطبيعة ما كانش سهل. تقريبا من سنة شباب، من سنة قررنا ولا حبيت نبدأ التدريس الاسكي باللغة الفرنسية شباب. من سنة تقريبا حبيت نبدأ في اي جينيوس على اساس ندرس الاسكا سيستم باللغة الفرنسية. يقول قائل علاش الفرنسية؟ خاطر اللغة الفرنسية بالنسبة لي اسهل من اللغة العربية. بالنسبة للتوانسة يعرفوا انه حاليا توا تعودت، واضح نتخيل انه 90% من الناس هون تفهم، ولكن بالحق كان بالنسبه لي تشالنج كبير 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 جدا اني اولا نقف قدام الكام ونتحدث، لانه في طبيعتي كنت خجول نوعا ما، وفي نفس الوقت كان التشالنج الاكبر والاصعب انه نحاول نتحدث بالعربيه وكوميونيتي عربيه. الحقيقه مش سهل انك توصل لها المعلومه باللهجه نتاعك والا بالتونسي. واضح؟ هذه حاجه خلتني نطور من نفسي اكثر، خلتني ناخذ امور باكثر جديه، خلتني نتمرس اكثر ونتمرن اكثر على اللغه. ونتخيل اليوم عملنا بعض التحسينات في اللغه ومفهومين. نتخيل نقول في الكلام هذا شباب، نحب نقول لكم انه بصفه عامه التداول باش يعرضكم فيه عديد التشالنجز ولا عديد التحديات اللي تتطلب منكم انكم تاخذوها التحديات هذه بجديه. واضح؟ لانه هي فرصه اذا ما تاخذهاش بجديه، الفرصه اذا ما تعملهاش التغييرات اللازمه، اذا ما تعملش الشغل اللي لازم تعمله، لازم يستحيل تقدم. يعني متاكد انه هوني الفرص في الحياه تقريبا تمر علينا مو يوميا، اما تمر علينا بطريقه ديما تمر علينا فرص، ولكن تسمعوا ديما عرفت فرصة منذ 4 سنوات، فاتتني فرصة منذ 5 سنوات، السنة الفارطة فاتتني فرصة. نعرفوهم الناس هذم شباب اللي يتحدثوا على الفرص الضايعة. الدنيا كلها فرص، ولكن أحيانا الفرص تطلب منك أنك تاخذها بجدية وتتحمل خاصة المسؤولية. تقريبا مع عادل حاليا في البلاتفورم عندنا 4 حصص في الاسبوع، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس.
حتى نغطيو حاجيات الطلاب، حتى نغطيو حاجيات الطلاب على مدى الاسبوع. وين يبدا الفوركس ماركت خاصه فيه تحركات، نعملوا نفس الشيء تحاليل الكريبتو في وسط السيشن في وسط الاسبوع. هذه حاجه تخلينا نحيطوا اكثر بالناس ولا بالطلاب نتاعنا في الجامعه، انهم يبقاو اكثر معنا ان كونتاكت، معناها نقعدوا نتقابلوا اكثر من مره في الاسبوع حتى نعملوا الابديتس اللازمه ونوضحوا الحاجات الغير واضحه في السوق. وتقريبا هذا هو كلامي. شكرا. Tomorrow's getting hard to make no mistakes. Love ain't enough, you gotta make your own way. نسمع سقفة قوية للخبراء. شكرا كوتش عادل، شكرا كوتش مروان. هلا رح نسمع كم قصة من كم حدا انضم معنا بأكاديمية اي جينيوس، التوب ليدرشيب اللي بأوروبا، الشباب والصبايا اللي موجودين معنا. حنبلش بشخص أكثر حدا بخبط بالدنيا. شي بتلاقيه مذيع، شي بتلاقيه مطرب، شي بتلاقيه مصور، شي داخل بهالحياة بده بس. خلينا نرحب بالكوتش ألبين. ألبينو أنا بسميه أكتر حدا شغوف للنجاح. تعرفوا عنا بسوريا بيحكوها مسبع الكارات والبخت ضايع. يا ببلاد الشرق الأوسط بيعتبروا هيك ناس ما بينجحوا بالحياة. أنا واحد منهم على فكرة. كوتش ألبين هو كمان واحد منهم. الشخص يلي بيسبع الكارات بده ينجح بس. وكوتش ألبين هو أحد الوجوه البارزة في منظمة جي سي ليجندز. منقول له ألف 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 مبروك، أنت تستاهل هالدرع هاد من جي سي ليجندز، زيوس إن ديجيتال وورلد. أنت تستاهل الكلام هاد، ألف ألف مبروك. يس. مساء الخير. المصور. هلا انا خليني احكي لكم اول شيء، انا كنت عم غني كورال، فالمصور بيعرفني. لما طلعت على المسرح قال لي يا زلمه عملنا فصل رقص شوي، ومفكرني جاي غني. ولكن أنا اليوم باسمي بنحني بقامتي للكوتشز، ماي ايدول، ماي منتور، كوتش راكان خليفة، ماي ستيب فاذر كوتش أريان برمكي، والكوتشز كلهم اللي عم بيقولوا راحت على أمه، ولكن هو فعلا أبي بهذا المجال. خلوني أضبط حالي شوي وأنزل لتحت. راح أحكي لكم قصة صغيرة. أنا كنت على الانستغرام بدي أعمل مقابلة مع الكوتش أريان. حكيت معه، قلت له مرحبا أخي، كيفك، شو الأخبار وبلا بلا بلا، ومن هذا الحكي اللي ما بيطعمي خبز. قلت له بدي أعمل معك مقابلة. قال لي يس أوكي ما في مشكلة. أنت شو عم تعمل بالحياة؟ قلت له عاطل عن العمل. شو بدي أقول له؟ قلت له أنا مذيع
قال لي قد ايه بتطلع؟ بشرفي خجلت. شو بدي احكي له؟ بدي احكي له انه انا ما بطلع مصاري؟ وفعلا ما كنت عم طلع مصاري، كنت عم بشتغل مثل التوت، ولكن ما كنت عم طلع مصاري. الكوتش اريان قال لي انا راح اعطيك فرصه، وانا استغليت هالفرصه ومسكتها بايدي الاثنين وبرجلي لحتى اوصل لهون، لحتى اليوم اتكرم، لحتى يصير إلي شرف اني اوقف قدام الكوتش راكان واني احكي هالكلمتين قدام حضراتكم. انا انسان جاي من بيئه متوسطه، من مكان جدا جدا نائي. درست، تعبت، ولكن ما قدرت حصل الشيء اللي بدي اياه، لانه ما كنت عم لاقي شغفي، ما كنت عم لاقي حالي ابدا 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 باي مكان. اشتغلت بالتصوير، بالتجميل، بالتفحيط، ما بعرف شو، اشتغلت كثير شغلات، ولكن لما انا صرت نتوركر حسيت بقيمتي. لما انا انضميت للجيم تشينجرز حسيت حالي فعلا انا شخص مؤثر، فيني اقدم، فيني اعطي. كل يوم عم يمرق عم بدعي انه انا كمل بهذا المجال بنفس هذا الشغف. اليوم فكيت اجري، كنت مصاب إصابة عمل 8 ساعات، من الساعة 5 الصبح للساعة 3 كنت عم بشتغل. تمام؟ عم بشتغل وأنا بعرف إنه هذا مو مكاني. اللي بألمانيا بيعرفوا الشتابلة. الشتابلة شالتني شيل. تمام؟ بالزور 15 يوم لحتى قدرت أوقف على أجري. هلأ عانيت كتير. من الشغلات اللي عانيتها رفيقي، أقرب رفيق إلي، كان عم بيقول لي على مدار 6 شهور روح انضب، هذا نصب، هذا كذب، هذا. قلت له ماشي. اليوم رفيقي هو الكوتش مو. خليته ينضم معي، وأنا من هذا المنبر من زيوس عم نادي أنا رح خلي أوروبا تركع لهذا المجال. بوعدكم. أنا اسمي ألبين علي. أنا تشرفت إني طلعت حكيت قدام حضراتكم. أنا متداول، أنا نتوركر، أنا جيم تشينجرز، أنا من أعضاء اي جينيوس. ليتس جو. زقفة لفوق لفوق لفوق. يلا لورا لورا. بدي اشوف الايدين ايدين. ما عم بتزقف. وهون اخر شيء. ثانك يو للكل. شكرا على التفاعل. بدي اطلب منكم شغله قبل ما يطلع الكوتش هيثم. كلنا بدنا نرفع ايد وحده، وبدنا نشيل الايد الثانيه نزقف هيك باصبع واحد. هيك عم نبلش اصبع واحد. بدنا نسمع الكوتش مروان بده يصير اصبعين، والكوتش عادل بيصيروا 3، وبدي اسمع الكوتش اريان بيصيروا 4، وبدي اسمع ذا بيج بوس ركان خليفه بيصيروا 5 لفوق. ثانك يو سو ماتش للكل. شكرا، تشرفت فيكم، وليتس جو. زقفة قوية الكوتش ألبين. خلي الحماس مثل ما هو، نرحب مع بعض.
بالكينج must be blind. الكوتش حسن. Couldn't trust you. ليتس جو. All you did was lie. Oh, now I have to keep you off my mind 'cause of you. حسن 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 حسن، الانضباط، الشغف، حسن حسن If you see the homies with the الإبداع. guap, with the knots, in the rows, that's how I know you niggas really broke. With no goals, حسن in the shows, the الصدف. money blue, designer shoes, Jimmy Choo, حسن Louis boots, game boots. maker. If you see the homies with the guap, with the knots. كوتش حسن من أحد الأشخاص الأكثر انضباط بهالبزنس هذا، أكثر الأشخاص يلي بيعشق شيء اسمه تدريب. شخص مرن لأبعد الحدود، شخص دخل معنا في البزنس وشال السلم بالعرض. هالشخص هاد أنا بفتخر أني أنا موجود بحياته، وأنا بفتخر أنه هو موجود عندي بالفريق. كوتش حسن، ألف 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 مبروك على الدايموند إكزاكيتيف. أنت من زيوس إن ديجيتال وورلد. أنا بهنيك وبخبرك بعد شهرين ثلاثة راح تكون أعلى رانك بكل أوروبا. If you see the homies with the guap, with the knots, in the rows, that's how I know you niggas really broke. With no goals, in the shows, the money blue, designer shoes, Jimmy Choo, Louis boots. If you see the homies with the guap, with the knots, in the rows. كمان سقفة. طيب يسعد لي مساكم جميعا. اول شيء شكرا كثير لانكم حاضرين لهلا. شكرا لكوتش البين انه ولعت لي الشعب، لانه حسيت في كم واحد كان عم يخفى. فشباب ما بدي احكي كثير عن حالي، تمام، مشان ما تملوا اكثر، بس رح وجه رساله. تمام، بالنسبه للاشخاص انا رح احكي بالجيل تبعنا. تمام، الناس الاربعينات وفوق على راسي من فوق، وكلياتكم ما دامنا مجتمعين هون معناته العقليه وحده. تمام، عقليتنا كلياتنا وحده، كلياتنا هلا عم نفكر نفس التفكير، وكلياتنا فينا نتقبل فكره العملات الرقميه، فكره النتورك ماركتينج، فكره العالم الديجيتال، وهذا الترند الصاعد اللي كلياتنا موجودين فيه. تمام، بس بدي وجه رساله نصيحه كأنا شخص حسن عمري 23 سنه للناس اللي من جيلي. تمام، طيب بدي هلا من الحاضرين واحد يرفع ايده، بدي اساله سؤال بس. تمام، طيب ورا نسرين في شخص ارفع ايدك. اسمك؟ صهيب، يا هلا وسهلا فيك. صهيب قديش عمرك؟ 20 سنة. طيب شو بتدرس ولا بتشتغل؟ حلو كثير، طيب برافو. قبل شوي كنت بالبيت فرجيت كوتش اريان مقص وحبلة. أنا ما جاي أحلق ولا بحياتي بعرف أحلق شعري، ولا جاي أخيط ولا جاي أعمل شيء. أنا جاي بس أحكي لكم، ولا جاي أقدم سحر، لا تستنوا ولا يصير في سحر. صهيب، هذا الخيط رح نعتبره عمرك. تمام، رح نحكي بواقعية جدا. الحياة والموت كلياتنا بنعرف ما في مهرب منه، هذا أكثر شيء واقعي بحياتنا، وما في أي دين أو طائفة بيختلفوا عليه، صح؟ طيب صهيب، هذا عمرك. تمام، رح نفترض وإن شاء الله أنك رح تعيش 100 سنة، وهذا الخيط هو طول عمرك اللي هو 100 سنة. راح منهم عمر صهيب اللي قضاهم لهلا واللي هن 20 سنة، كم سنة ضلوا من عندك؟ 80 سنة، برافو، شاطر بالرياضيات. الغنت بألمانيا أو التقاعد بألمانيا، صهيب أنت عايش بألمانيا صح؟ الغنت قديش بدها لأي سنة واحد بيروح على الغنت؟ 67 سنة. لا تزعلوا، هي 70 لأنه رح تصير 70 بعد كم سنة. تمام؟ ما فيك تطلع تقاعد قبل ال70، صدقوني، استنوا شوي على ميركل. ايوه سمعتها هي؟
ضل بعمرك هي الشقفة اللي انت من خلال هي الشقفة هي بدك تستمتع بحياتك. انت مشتغل اكثر من 40 سنة، 47 سنة تقريبا رح تشتغل بحياتك، رح يصير هذا اللي رح يضل لك من عمرك. بعمر ال70 سنة اقل شيء 5-6 امراض مزمنة رح يكونوا معك ان شاء الله. طبعا ما يصير معك اي امراض، بس انا عم بحكي شيء واقعي، انا ما بجامل. تمام؟ كلياتنا عم نكبر، هذا الشيء واقعي جدا كوتش ألبين. تمام؟ 67 سنة او 70 سنة رح يضل من عمرك هذا. ان شاء الله ما تصير مقعد، بس بعد ال90 ما اظن رح تقدر تعمل سبورت وتستمتع بحياتك كثير. ليش انا ما اغير هاي المعادله؟ ليش انا ما اغير هاي المعادله واقلب التقاعد تبعي لعمر ال30 سنه، اني بلش هلا بعمر ال20 سنه اعمل الاونلاين بزنس تبعي واعمل لحالي حياه اني اطول هايش قد ما فيني لحتى ما اوصل لسن ال70 سنه واندم على اللحظات اللي انا تركتها بحياتي وما استغليتها. هذا الشيء اللي انا عملته. ال100 سنة هي أنت بإمكانك تعملهم 200 سنة. في قاعدة، في حكمة عندي أنا دائما بحكيها، إذا حابب تعيش نظريا مو منطقيا 100 سنة ما رح تعيش 200 سنة، مستحيل. إذا أنت نظريا حابب تعيش 200 سنة لازم تخلص اليوم، شغل اليوم وبكرة، لحتى بكرة يكون عندك شغل اليوم بكرة واللي بعده. بهالحالة أنت عم تختصر من وقتك، أنت عم تعمل باليوم الواحد شغلتين. فانت بهالحاله اذا بدك تعيش 100 سنه انت نظريا عشت 200 سنه، لانك عشت الشيء اللي الانسان العادي بيعيشه ب 200 سنه. فرجائي وصوتي لكل الجيل العشرينات خاصه، برجع بقول بعتذر الثلاثينات والاربعينات على راسي من فوق، كلياتكم عندي بالتيم اصلا موجود ناس خمسينات بالعمر كمان وما شاء الله عليهم. بس انت اليوم بس يخلص عمر ال20 سنة تفوت بعمر ال30 سنة رح تندم على الشيء اللي انت ما عملته بعمر العشرينات. لما توصل لل40 رح توصل لدرجة الإحباط، من ال40 لل50 اكتئاب، يعني حتى التقاعد ما رح تنبسط فيه. ندائي لهذا الجيل، ندائي للشباب، لا تكون احد الاشخاص اللي باركين بس هون بالصاله، كون هون وقف على المسرح، كون انت احد الشخصيات، لا تكون دائما المشاهد الموجود على اليوتيوب عم يشاهد اليوتيوبر تبعه، كون انت اليوتيوبر اذا بدك تصير يوتيوبر. اغلبيه الشباب اللي انا بعرفهم بيلعبوا ببجي كلياتهم تقريبا، وفي حريفه ما شاء الله شايفك، معلش ما في اي مشكله، بس لما تكون ببجي محترف على السوشيال ميديا وعم تطالع من السوشيال ميديا مصاري انا بسقف لك، بس غير هيك ما بسقف لك. ان شاء الله تجيب 40 كيل، نهايتك نوك فينيش. تمام؟ فهذا هو رجائي لاي شخص. انا اغتنمت هاي الفرصه، انا درست 3 سنين اداره اعمال بمجال الصحه هون بالمانيا. ال3 سنين هدول مروا علي وكأنه كابوس، لأنه كان علي المرة اللي كانت عندي بالشغل، يعني كنت أفيق الصبح أقول صار 2 صار 3 صار يوم جديد، كنت أكره أروح على الشغل. ليش؟ لأنه كان في فوق راسي دائما وما صار لسنة مخلص المعهدية، بس كانت فوق راسي. بس فكرت بشغلة، ال3 سنين هدول رح يمروا. ليش بعد 3 سنين أسأل حالي لو مخلص هال3 سنين كان عندك هلا شهادة؟ بس هي الفكرة اللي فكرت فيها، إنه لا بعد سنة 2-3 لحتى تقول اوف يا ريت لو انا عملت. الوقت اثمن شيء بهالحياة انك انت فيك تقدر تستغنمه. اليوم نحن جيل الشباب، استثمر وقتك بعدين استثمر عقلك بعدين استثمر مصاري. كل الحكي اللي سمعتوه هون ما بيجيب لك فرانك اذا اول شيء ما استثمرت بعقلك بعدين بوقتك، بعدين ان شاء الله رح تصير مليونير، وكوتش راكان خليفة وقتها رح تتخطاه كمان، وانا بوعدك بهذا الشيء. تمام؟ انا بوعدك بهذا الشيء. ما تشوفوا حدا اكبر منكم، هم كل الاحترام لهم لانهم وصلوا، بس ما اسمعنا الستوري تبعهم. اي واحد فينا فيه يعمل ستوري، هذا حلمي كان بهالبزنس لما فت فيه، اني اوقف بيوم من الايام قدام اشخاص، طبعا لسه ما وصلت، يعني لساتني كتكوت قدام كوتش اريان وكوتش راكان، بس راح اوصل لانه هم مشوا بنفس الطريق، لاني عم بتبع هيك عم يمشي كوتش اريان وانا وراه يوقع بوقع معه، بس راح ارجع اكمل معه، عم بتابع خطواتهم خطوه بخطوه، وعم باخذ كل تريننج عم ينكتب وعم بكتبه عندي وعم بطبقه عملي، وهذا الشيء ما في حدا يجي يحسدني عليه، ما فيك تحسد، لان انا مالي محظوظ، انا مالي محظوظ. اي شخص هلا شايفني هون على الستيج انا شخص مالي محظوظ،
بس عندي طموح، عندي شغف، وبعرف انه هذا هو المستقبل لاي شاب بعمر العشرينات والثلاثينات ان شاء الله. بس اي حدا فيكم فيه يوصل لهالمجال وفيه يصير مليونير كمان، وفيه فعلا. انا دائما بقول رح كون اول مليونير عندي بالعائله، وبابا اذا عم تسمع هالكلام ابنك رح يكون اول مليونير عندك بالعائله باذن الله تعالى. شكرا. لحظة تعال قال شو حكى عن الأربعينات؟ دقيقة شو حكى عن كوتش كان أنا طلعت معه انترفيو على الانستغرام، قلت له عمري 42 سنة، قال لي ستوب وقف. شو قلت لي؟ قال لي ستوب وقف. شو 42 جد هالحكي؟ تحية كبيرة للكوتش حسن. Knots, goes, shows, blue shoes, two boots, guap with the goes. I know you niggas really broke, with no goals in the shows. The money blue, designer shoes, Jimmy Choo, Louis boots. العلم ينادي ويقول إن رمت أن تكون في تحصين فاطلب العلم ولو بالصين. أيام ابن الشافعي وابن الحنبلي وامرؤ القيس ما كان في برنامج زوم ولا سناب شات، صح ولا لا؟ لكن الأمثال فينا نستخدمها اليوم. بالنسبة للعلم هو متاح للجميع، والعمر هو الرقم. قبل 3 أيام تواصلت وحدة معي عمرها 65 سنة، أكبر من أمي ب2 يا ترى إلها مكان بيناتنا ولا لا؟ أبو ميسي يلي ابنه بيحب رونالدو. بتذكر أول أسبوع دخل بيناتنا وفجأة هيك شفت في واحد من عفرين، إجتين من عفرين، بتعرفوا الكلامات صح؟ أورج وعازف وبين كل الوسط الكردي معروف. أسبوع زمان وعمل فيديو وصار يحكي قصته. 20-30 سنة هو، أو 20 سنة هو عازف فنان. صار كورونا بكل بساطة هيك ترك المجال وصار دخل بمجال تاني. أول 6-7 شهور بكورونا تعرف على هالمجال هاد بستوري على الإنستغرام، بكل بساطة دخل المجال هاد. بعد أسبوع عمل فيديو عن هالمجال هاد وحكى بكل صراحة. أنا إذا بحكي لكم إنه حياتي تغيرت 180 درجة بكون كذاب. بس قال أنا نفسيتي تغيرت 1800 درجة، لأنه هون في علم، هون في طاقة، هون في مستقبل. أبو ميسي 1000 مبروك. أنا حكيت كتير اليوم، ما بدي أطول عليكم، دقيقتين بس. بدي أتشكر صبية اسمها ليلاف اللي دخلتني هذا المجال. طبعا هي تركت لظروف شخصية إلها، أنا كملت. وبدي أتشكر الكوتش خمجين بغيابه اللي وقف معي من أول يوم، كان معي كل يوم يوقف معي. مشان هيك أنا بأول الإيفنت لما طلعت أول كلمة حكيتها قلت نحن، لأنه من أول يوم لما أنا دخلت خمجين كان كل همه أنه أنا أنجح. أنا لما شخص عن طريقي بفوت على هذا المجال، أول همي هو أنه هذا الشخص لازم يتعلم، لازم ينجح. مشان لأنه ركان خليفة زرع الفكرة
عند شجاع نظيف. شجاع نظيف زراعة عند أريان برمكي. أريان برمكي زراعة بخمجين. خمجين زراعة فيني. أنا بزرعها هيك السيستم. هيك الحياة جوات جيم تشينجرز بهذا المجال. فأنا بتشكر، أنا عملت فيديو تشكرت فيه ركان خليفة كأول عربي دخل بهذا المجال، أول شخص بشرق الأوسط دخل بمجال الأونلاين بزنس، أول شخص كردي أريان برمكي كمان تشكرته. أنا سمعت فيهم بالاسم يعني وشوفهم على الانستغرام وعلى الزوم وأحضر لهم دروس كان حلمي إني أكون مع أريان برمكي بالجروب الليدرات اللي هو موجود فيه. بس هيك أنا حطيت هدف إنه أنا أول هدف بدي أدخل على الجروب اللي بدي أشوف شو عم يكتبوا، شو عم يحكوا، شو عم يتناقشوا. وصلت لهنيك. هلا أنا حلمي أتخطى أريان برمكي. بعد ما أتخطى أريان برمكي بحط تارجت جديد لإلي. بمشي أنا خطوة خطوة. شكرا لكم كلكم وشكرا للكوتش ركان خليفة وشكرا للكوتش أريان برمكي. شخص من الأشخاص الناجحين بهذا المجال ما بدي أحكي عنه كتير، خلي هو يعرف عن حاله. ابن الدرعا محمد عواد. أبو جاسم. أبو جاسم. أبو جاسم أول شخص من بلاد الحوران، من سهل حوران، أول شخص دخل بهالبزنس هاد وما كان مقتنع، صح ولا لا؟ أبدا أبدا. يا قال بدنا نشوف لو بدنا نصل بهالكلام هذا، يا ترى الموضوع بيستاهل ولا لا. وأبو جاسم أنا هذا لقب وأنا بسميه بحبه كتير، يعني هو ما بيحب الكلام هذا. لكن اليوم محمد عواد من أكثر الأشخاص الملتزمين بهالمجال، صاحب أكبر جنريشن بجي سي ليجندز، من أقوى الأشخاص، أمباسادر. ألف 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 مبروك. ميرسي. شكرا كوتش ريان. طبعا هي اول مره بوقف على ستيج بحكي قدام مجموعه او عدد كبير من الاشخاص. اول شيء شكرا للكوتشات جميعا وشكرا للحضور اللي حضروا اليوم الايفنت تبعنا وحبوا يستفادوا وياخذوا شويه معلومات. طبعا انا بلشت بالمجال ب 15/8، يعني فعليا لليوم صار لي بلش سنه و6 ايام. اول 6 شهور بالبدايه تبعي خسرت بما يعادل 5000 يورو، 5000 6000 يورو. ليش؟ لانه ما كنت مآمن بهذا المجال وسمعت عن موضوع الذهب وفتت تريدينج وخسرت. 6 شهور فشل، 6 شهور ما عملت شيء ابدا، بس عم اخسر دين من هون، مصاري من هون، مثل كوتش براكان. اتدين من هاد واخذ من هاد، واخر شيء خطر ببالي اني انسحب لانه هالطريق مو لمحمد عواد، لناس غير محمد عواد. بس بعدين صارت مكالمة عن طريق الزوم، وهي المكالمة كانت كافية انها تغير لي حياتي وتعمل جنريشن عندي من 3 أشخاص ل 1200 بني آدم عندي بالجنريشن. طبعا الاشخاص اللي ساهموا ببناء هالجنريشن هدول يعتبروا عندي شخصين رئيسيين. اولهم علي الخزاعي، شخص عراقي عايش بلاد الرافدين، ما انه موجود معي هلا بس بتمنى يكون عم يسمع هالكلام وشكرا كثير له. والشخص الثاني الشخص اللي كان عم يحكي من شوي،
حسن حسن عمل شغل رهيب باوروبا. شخص مثل ما شفتوا الطاقه تبعه، عنده حماس، عنده اندفاع، عنده طموح، وانا شخص قيادي، بحب اكون قيادي كثير، بحب اشتغل مع الاشخاص بطريقه مرعبه، مع الاشخاص اللي بتفهمني، مع الاشخاص اللي بحبها، مع الاشخاص اللي بحب كبر راسي معها، بس بالنهايه يعني طخ شوي مثل الكوتش اريان. شكرا كثير لكم، بتمنى لكم تكونوا اخذتوا معلومات طيبه من الكوتشات. انا ما عندي ولا اي اضافه، لانه الحكي اللي انحكى لليوم بكفي بوفي، وحاب اشكركم كثير، وان شاء الله القادم افضل مع بعض. Cause you got all eyes on you no matter where you are. You just make me want. I don't know what it is that makes me feel like this. I don't know who you تيدي تمام. هلا بدنا نروح لعند شخص ما محتاج هالمجال ابدا، كان ابدا، بس الايمان اللي براسه قرر يجرب. خلينا نشوف شو صار معه مع الكوتش هافال. Bad boys on their best behavior. There's something about this. Let's keep it moving. And if it's good, let's just get something cooking. Cause I really wanna rock with you. I'm feeling something. إذا أنتوا أكيد سمعتوني أكثر من مرة أنا عم بحكي عن الانضباط. أنا أعشق شيء اسمه انضباط. أنا بدخل أي مجال بكون فيه منضبط. أنا ما بدفع لحتى بس أخسر أموالي، نو. أنا بستغل كل شيء لآخر مجال فيه. أكثر الأشخاص المنضبطين بهالمجال هاد أول شخص مانو بحاجة المجال هاد ماديا كليا، هو هلا راح يحكي عن هالوضع هاد. كوتش هافال، ألف 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 مبروك. زقفة يا شباب. I don't know what it is that makes me feel like this. I don't know who you are, but you must be. أهلا وسهلا فيكم جميعا. أنا اسمي هافال زينال، أنا من روجافا من سوريا، كردي الأصل. عايش بسويسرا من 9 سنوات. اشتغلت 1000 شغلة وشغلة، والحمد لله اليوم عندي مطعمين وعندي صالون حلاقة. قدرت انجح خطوة ورا خطوة، وقعت ضليت مستمر. هلا الحمد لله عندي وضعي ممتاز، كل شيء تمام. أنا بيوم من الأيام كنت راجع على البيت مشان نام ساعة، إنه أنا بشتغل من الساعة 11 الصبح للساعة 4 الصبح متواصلين. كنت تعبان راجع على البيت، بدي بس إنه آخذ استراحة نام ساعة، إلا واتصال بيجيني من قريب لي خالي بيحكي لي في مجال فيك تفوت فيه وتشغل مصرياتك. المهم سمعت المكالمة تقريبا كانت 40 دقيقة، سكرت من هون، اتصلت مع اللي حكى معي، قلت له خيو أنا معك 100%، سجلني فورا، وشو بيكلف أنا جاهز، بس بدي أفوت على هالمجال. المجال أول ما دخلته ما حسيت، يعني كيف أقول لكم، إنه تشوف شغلات جديدة تحس حالك إنك ما بتعرف شيء، بس بقوة التيم، الناس اللي بتشتغل معك، الناس اللي بيعطوا وبياخذوا معك، شفت كل شيء سهل. خلال أيام وخلال أول شهر طلعت طلعة يعني ما حدا طلعها قبلي بالموجود بالتيم اللي معي، والحمد لله كل الفضل للكوتش دلير والشباب اللي معي، كوتش جان كمان، كوتش كدر، أبدا ما قصروا. المجال مرة استمتعت فيه، ومرة المجال سلس وحبيته وراح استمر فيه. مو إنه أخطي خطوة وتراجع، لا، بضل فيه، وأنا معي 2 من إخواتي كمان معي بالفريق نفسه، وإن شاء الله راح استمر لحتى أكبر وأكبر 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 وأكثر. وشكرا لكم جزيلا، وإن شاء الله نشوفكم كلكم معنا بالفريق. شكرا بالمثل. This is for the ones that stood their ground.
هلا دايما عم تتسالوا كوتش حسن طلع حكى بصيغه الذكر ذكر وهالصبايا اللي هون شو؟ انت شاب عمرك 20 سنه، وانت صبيه عمرك 20 سنه و21 و22 وقدامك المستقبل، كيف للصبايا؟ لانه الليدرشيب اللي رح نقدمه هلا صبيه. خلينا نرحب مع بعض روز احمد. روز أحمد من أحد أو من إحدى قادات أوروبا كمان. يس، زقفة قوية لروز أحمد. شخصية قيادية مثل ما قال كوتش هيثم. نحن مو بس مجتمع ذكوري، مو هيك. نتورك ماركتينج أو آي جينيوس رسالتها أكبر من هيك. هون ما في لا أعراق لا طوائف، هون المجتمع الحقيقي. هون ما في شيء اسمه النساء نصف المجتمع، هون هن كل شيء، هن كل شيء. الله وكيلك. ألف ألف مبروك كوتش روز. Every time I cry, I get a little bit stronger, little bit stronger. اهلا وسهلا بالجميع، اهلا وسهلا فيكم. بتشكر الكوتش الكبير، استاذنا الكبير مستر ركان. بتشكر كوتش اريان، ما خذلني، عزمني، ما رد لي طلب، وامتى ما احتجناهم موجودين. انا فتت بهذا المجال من 7 شهور. اوكي، لما فتت انا ما كنت بعرف شو يعني فوركس. شو يعني فوركس؟ اوكي، شو هو؟ مثل ما قال الكوتش ركان، عن جد انا بعرف البيتكوين، بعرف الدوج كوين وهالقصص، بس لما فتت على المجال بيحكوا عن الفوركس. اوكي، سو الباينري الستوكس بصراحه ما كنت بعرف ولا شيء، وخاصه انا زفت بالرياضيات. اذا بتسالني 1 زائد 1 بقول لك ها ما بعرف. anyway سو فتت عبر الانستغرام، تعرفت على اشخاص، وبصراحه فتت على المجال، استسلمت، قلت لحالي لا انا مو قد المجال هذا. فالكوتشات ضلوا معي لحتى ما وقفوني على رجلين. انا اتكرسح واوقع، هن يقولوا لي لا بدك تقومي، انت قادره تعملي روز، انت قادره تعملي. بقول لهم لا انا ما بفهم شيء. لا انت قادره تعملي. 3 شهور 4 شهور انا اوقع وقوم، استسلم، ما بقدر. سجلت ناس، دخلت ناس، ما كنت قويه كثير. شو اللي قواني بتعرفوا؟ غير الكوتشات، الناس اللي معي، الناس اللي انا سجلتهم، الناس اللي انا فوتهم على هذا المجال. لما الاقي حدا يقول لي روز يعطيكي الف عافيه، روز بسببك نحن تغيرت افكارنا، روز معنوياتنا، روز نفسيتنا. طيب، فهذا الشيء عطاني بصراحه باور، عطاني اني كفي، عطاني اني انا انجح اكثر، اتعلم اكثر، طلع لقدام اكثر، كبر البزنس، تواصل مع الكوتشات الاكبر مني، شوف شو عم بيعملوا، راقبهم ستوريز ولا دروسهم ولا كذا. ما خليت شيء. وبالمناسبه انا خريجه فنادق بسوريا، اجيت لهون ما قدرت اشتغل ولا شيء، انا عايشه بالمانيا. ما قدرت اشتغل لانه الدوام كان طويل، طلبوا مني السي في، وطلبوا قصص كثير، وانا فقدت كل شيء عندي ببيتي اللي تدمر بسوريا. فحاولت اتعلم كوزمتيك، تعلمت كوزمتيك، ما قدرت اشتغل، اجت كورونا، ناقود، شو اعمل طيب؟ فبعدين بلشت بالتداول بصراحه، مثل ما قلت لكم هيك يعني بالمختصر المفيد، مشان ما اخذ من وقتكم كثير. جد انتوا اي حدا فيكم من الصفر ما بيعرف اي شيء، مثلي ما بيعرف اي شيء، فيكم تعرفوا كل شيء، فيكم تتعلموا كل شيء، انتوا بتقدروا تعملوا هذا الشيء، اي حدا بيقدر يعمل هذا الشيء. وعندي كثير صبايا وبنات وشباب صغار بالعمر 18 19، صدقوني اشطر مني، كل واحد فيه يعمل، ان كان 19 ان كان 18 ان كان 50. بالمناسبه انا 33، بلشت بهذا المجال من 7 شهور بس،
وانا هلا عندي تيم بياخذ العال، انا فخوره فيهم، انا فخوره اني انا موجوده هون، انا فخوره اني انا عم بقدر اعمل شيء ايجابي ولو 1% ضيفه على حياه اي بني ادم. لما حدا بيكتب لي روز بتشكرك، انا عم بقدر ربي عيلتي، انا عم بقدر اعيش عيلتي. انا كنت محتاج اخذ من سوسيال امت، انا محتاج كنت اخذ اطلع على الجوب سنتر كل شهر 400 ولا 600 ولا 800. انا هلا عم بقدر اعمل ولو من الصفر بلشت. جد هذا المجال فيه ابواب كثيره، اي باب انت بتريده فيك تدقه وحينفتح لك، مجرد انت كسور باب الخوف، بس كسور باب الخوف. بتشكركم، بتشكر كل الموجودين. نسمع زقفة قوية لروز. أحبائي بنعرف إنه طولنا عليكم، بس في 3 أشخاص هدول لازم يطلعوا على الساحة. في طلع اسمه، تعرف أحيانا خلاص اللقب بياخد مكانه والاسم ما عاد يضل. الختيار كوتش كدر، كوتش كدر، كوتش كدر. كوتش كدر. الرقم 18 عندي بالفريق قبل سنة تواصل معي قال لي آريان أنا زلمة عم بشتغل بالسويد في شركة فولفو، ما عندي الخبرة بهالمجال هاد كليا. رح يجي يوم إني أنا أصير متداول وأتعلم هالمجال هاد. يا اكزاكتلي، ليش الناس اللي فيها بشو أحسن منك. وبالفعل يوم ورا يوم تعرفوا كن كماش على أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. اليوم هو من كبار المتداولين عندي بالفريق، من كبار الشخصيات عندي يلي عنده جنريشن من 200 ل 300 شخص. اليوم هو أمباسادر ليدر عندي بالفريق. ألف 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 مبروك. I promise that I try, that I will try to meet someone. And there's so many guys who tell me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. يس، يسعد لي مساكم واهلا وسهلا بكل حدا موجود معنا. بتشكركم للي باقيين. هاي خطوه كتير حلوه انه فانتم منسجمين وفاهمين لوين جايين. اكيد بالبدايه نحن كلنا طبعا بنشكر رب العالمين على كل شيء نحن عم ناخذه بالحياه، هذا الشيء اساسي. اكيد الفرصه اللي اجتني كمان فرصه انا كثير بقدرها وبحترمها، والاشخاص اللي قدموا لي هاي الفرصه. يعني كل حدا موجود هون. نحن بالسويد في عنا لو نطلع بمؤتمرات او هيك قاعات او شغلات، مشان ما يصير ستريس او ملل بيخبروا يعني الموجودين، كل واحد يسلم على اللي جنبه ويقول له مرحبا بس لساني. فاصدقائي انا كمان بدي اتشكر كل حدا موجود بجي سي معنا. بتشكروا لانه شخص اخذ القرار، شخص عرف يختار المكان اللي بده اياه، شخص قرر يقرر مصيره بايده. هاي خطوه كثير ايجابيه، وانه نحن ناخذ القرار شغله ما سهله بالحياه. دائما في خوف، والخوف شيء طبيعي بالحياه. كلنا بنخاف نخسر، كلنا بنخاف نخسر مصاري او اهل او اصدقاء واي شيء، بس تاكدوا لما بتدخلوا على هذا المجال ما راح تخسروا هذا الشيء، بالعكس راح تكسبوا شغلات كثير ايجابيه، شغلات راح تفيدكم بحياتكم، شغلات راح تساعد محيطكم، شغلات راح تساعد اهلكم كمان. فانتم الموجودين بي جي سي بتشكركم كثير. بالنسبه للاشخاص الضيوف اللي كانوا موجودين معنا كمان، بتمنى انه الافكار اللي وصلوها الليدرات والكوتشات اللي معنا وصلتكم، واكيد في كثير امور ومعلومات ثانيه راح تستفادوا منها وتعرفوها.
بالنسبه لي مثل ما الكوتش اريان عرفني، ما بعرف طلعوا علي هاي الصيت انه ختيارنا كثار عم يسالوني شو هاي القصه، فراح اقولها باختصار. الكوتش شجاع، راح ارجع اتشكره بعدين. الكوتش شجاع اغلبنا بنعرفه. انا سجلت، بعد ما سجلت بفتره 15 يوم 20 يوم حكينا بمكالمه، فقال لي كدر قديش عمرك؟ قلت له والله يا كوتش انا عمري 31 سنه. طلع علي قال لي يا زلمه انت بالنسبه لي ختيارنا. قلت له ليش قد ايه عمرك؟ قال لي انا عمري 21 22 سنه. قلت له اوكي. ومن هذاك اليوم طلع علي هذا الصيت انه ختيارنا ختيارنا، فاللي كان عم يسال عن الموضوع صار عنده الفكره اكيد. هون اكيد بدنا نتشكر العراب، الشخص اللي وصل هاي الفكره او هذا المجال للوطن العربي بشكل عام، كوتشنا وحبيبنا الكوتش الكبير راكان خليفه. بتاريخ 18/8/2020 تعرفت على الكوتش اريان بطريق الصدفه. طبعا كثار رح يسالوا انه انا كيف دخلت على هذا المجال. انا بحكم وظيفتي وشغلي بالسويد بشركه فولفو، فانا تيم ليدر، مسؤول عن جروب، مسؤول عن عمال. فدائما بدور على الاستخونات، اشوف الوضع، الامور، العمال شو لازمون. كان عندي شاب رفيقي دائما بشوف الموبايل بايده، شاب سوري يعني، عم شوف الشارت، يعني اكثركم تعرفوه، اللي ما بيعرفوا ان شاء الله رح تعرفوا. كنت عم بطلع على الشارت تبعه، يا شو هاي يا زلمه، حسيتها مثل نافيجاتور او نافيجاسيون شي شغله. قال لي كدر انا عم بشتغل بمجال التداول اونلاين ومصاري وكذا وكذا. قلت له اعطيني فكره، حكى لي كم كلمه ما اقتنعت فيها، بس حبيت الموضوع. رجعت دخلت على اليوتيوب، طلعت هون جوجل مع كذا، ما اخذت المعلومات اللي بحتاجها. نمت على الموضوع يوم يومين شهر، فجاه صديق لي يعني بتشكره كمان لانه هو كان سبب اني دخلت بهذا المجال بالصدفه، المصور الشياري، يمكن قسم كثير بيعرفوه. كان منزل ستوري مكتوب فيها الاشخاص اللي مهتمين بمجال التداول وهيك امور يتواصلوا مع الاكونت الفلاني او الشخص الفلاني، فكان موجود فيها اسم الكوتش اريان برمكي. فتت على صفحه الكوتش اريان برمكي، طلعته شب هيك حليوه شخصي، مكتوب بالبروفايل تبعه طالب جامعه تشرين وكذا. هالامور جذبتني لانه انا دارس تجاره واقتصاد بجامعه تشرين، بس ما كنا بنعرف بعض. هاي خساره له والي اكيد. فتواصلت مع الكوتش اريان بتاريخ 18/8/2021، يعني عمليا اليوم انا صار لي سنه بهذا المجال. انا كثير بتشكر الكوتش اريان اللي ساعدني بهذا المجال، ساعدني بكثير امور، يعني لولا ممكن جدا اني ما كنت اكون بهذا المكان. ما ننسى انه نتشكر كوتشنا الغالي الكبير اللي بخبط دائما، المعروف يعني كوتشنا شجاع نصيف، بغيابه اكيد بنتشكره. بنتشكر اكيد من ليدراتنا اللي كثير نحن بنفتخر فيها، الكوتش لينا سلطان من السعوديه، بنتشكرها كثير اكيد على كل دعم عم تقدم لنا اياه. واكيد ما بنسى التيم تبعي، تيم كورونا، كل شخص فيه باسمه بنشاطه بحركته باي شيء انتم عم تقدموه. انا بتشكركم شخص الموجود والمو موجود اكيد. كلمه اخيره انا حاب اقولها للاشخاص اللي موجودين هون، سواء كانوا من جي سي او من برات جي سي. اصدقائي، اي حدا طلع لهون ابتداء من الكوتش الكبير راكان خليفه، منه اذكى منكم ومنه اشطر منكم ومنه محظوظ ومنه كذا كذا كذا. هو شخص اجتهد على حاله، تعب، اشتغل، قرر يغير من واقعه، قرر يغير من حياته لو وصل لهون. واجا بعده كوتش راكان واريان وكذا كذا 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 كذا، لليوم نحن وصلنا لهون من لا شيء، من صفر، من ستوري او شغله. فانتم كلكم قادرين توقفوا هون بيوم من الايام وتقدموا النصائح وتساعدوا اشخاصكم. الحلو بمجالنا انه نحن عم نساعد بعض. ملاحظه صغيره صارت معنا، موقف بسيط ما بدي اطول عليكم اكثر. امبارح كنا من سياره جايبين الكوتش راكان من المطار، هو والكوتش اريان قاعدين قدام، انا والكوتش سالار والكوتش البين قاعدين ورا. من ضمن الحديث الكوتش راكان طلع على كوتش اريان قال له يا زلمه انتم منين بتعرفوا بعض؟ هيك لحظه قلت له يا زلمه انت اللي عرفنا على بعض ما حدا ثاني. ففعلا ضمن الجي سي رح تلاقي صداقات، رح تلاقي مساعده، رح تلاقي ارشاد، رح تلاقي تعليم، رح تلاقي الشغله اللي كثير بدنا اياها اللي هي المصاري اكيد يعني. فبتمنى لكم التوفيق واهلا وسهلا فيكم، وبدي اتشكر اكيد الخال شيراز على كل شيء عم بيقدم لنا اياه، صالة شيراز المصورين بتشكرهم كثير ويعطيكم الف اوه طيب هلا دور مين؟
لا أشوف بس من الفريق واحد تاني امباسادر ليدر. مين راح يكون؟ شيخ الكار، شيخ الكار سالار سمو، يلي هو بيكون ابن أختي، الشخص يلي دخل بهالبزنس هاد بعد دخولي ب4 أيام. أبو سمو قال خال أنا معك، طالع نازل، أنا ربيت معك خال، أنا بثق فيك. برحب بكل الموجودين، شكرا لكم، شكرا انه استنيتوا 3-4 ساعات معنا لهلا، لكل حدا معنا بالفريق، لكل ضيف حب الفكره واجا يسمع. بدي احكي بس باختصار، بعرف الكل تعب، الكل تعبان، الكل صار عنده شويه ملل، بدي احكي دقيقتين باختصار انا كيف بلشت وكيف وصلت لهون. انا كردي سوري، جيت على المانيا كلاجئ، كنت طالب هندسه طاقه كهربائيه بجامعه تشرين، وصلت لهون بسبب ظروف الحرب اللي صارت، وعرفت انه انا ما فيني كمل دراستي بسوريا. خبرني ابي خلاص انت بدك تطلع لبرا تكمل دراستك. الافكار اللي كانت ببالنا ونحن موجودين بسوريا انه المانيا اوروبا هي الجنه، هي المكان اللي انت فيه توصل الاحلام تبعك. وصلنا لهون شفنا روتين وبيروقراطيه مو طبيعيه، شفنا انه في 1000 عثره ما حدا كان عم يحكي عنهم، من الاشخاص اللي كانوا قبلنا هون، من الاشخاص الجدد، من الاشخاص اللي وصلوا قبلنا بشوي. كنا شايفين الموضوع مختلف كليا. حاولت كمل دراستي هون ل3 سنين وانا عم حاول اوصل للجامعه، دائما في عرقله، دائما في روتين مو طبيعي، دائما في مشاكل. لمرحله وصلت لكورونا، صار التعليم كله بالجامعه اونلاين، ما كنت من الاشخاص اللي فيني استوعب المعلومات اللي هي علي جديده بشكل كلي باللغه الالمانيه عن طريق الاونلاين، بدون ما يكون في يعني فريق انه جروب تشتغل معهم تتعلم معهم. فشفت الموضوع صعب، بلشت بشغل، شفت حالي انا وصلت لهون، طلعت مشان انا اتعلم، اصير جامعي، يكون معي شهاده، يكون مصدر فخر لاهلي اللي بعتوني هون اساسا لانا ادرس، مو لاني اشتغل بقرصون بمطعم. انا بشتغل، شغلي الاساسي كان بار كيبا يعني، فهو ابدا ما كان هدفي. كنا من عائله مرتاحه ماديا، وصلت لهون صرت تحت الصفر، صرت انا بخدم العالم، بقدم لهم المشاريب. يعني النظره كانت بحسها انه مو انا الشخص اللي عم يعملوا هذا ما بيمثلني. الخال آريان حكى معي كذا مرة بكذا مشروع كنا نفوت. آريان معروف عنه بالعائلة دائما عنده تغيير جنوني، دائما عنده أفكار من هو وصغير تعتبر بالنسبة لنا يعني مو تغيير، انحراف كلي يعني عن الطبيعي. كان منحرف فكريا بكل معنى الكلمة. فمن مجال لمجال، عم نحكي طبعا بالبزنس شغل والى اخره، ما حدا يفهم غلط طبعا. فحكى معي مرة فتنا ببزنس ما زبط الوضع، قلت له خال انت وين؟ ما فت انا معك. ففتنا مرة مرتين 3 فشلنا. انا قلت انه خال اطلع من راسي، انا كل شيء عم بشتغله عم بيجي بحطه بجيبتك، انت عم تحطه ما بعرف وين، عم ناكل هو عم تخوزها يعني، اسف يعني. فقلت انه خال اخر مرة حكى معي ما شرح لي شيء، قال لي خال هالمرة انا بقول لك نحن رح نغير، وانا بعرفك انت مو جاي لهون لتشتغل لتفوت بجو الشغل الخ انت المكان اللي جيت فيه مختلف كليا. هالمرة رح نعمل شيء كبير كتير. حكى لي خلاص تعال بدنا نفوت، ما عمل لي برزنتيشن، لا شرح لا الخ لا في تعليم لا فوركس. قال لي جيب 3000 يورو تعال. طيب يا خال انا ما معي، انا مديون، ما معي مصاري، انت اخر 1000 يورو سحبتها مني قبل 20 يوم، وين بدي فوت معك انا؟ قال لي لا توجع راسي، جيب لي 3000 وتعال. قلت له خال ما معي. ما بعرف كيف لقطها مني، معي في جيبورنا فراي الكرت الذهبي اللي بيعرفوه اغلب العالم اللي هون، اللي هو بيعتبر كريدت، هو قرض. قال لي اسحب من هنيك وتعال. لك يا خال وين؟ ما وين؟ قال خلاص تعال. قلت له خلاص ما انت يعني اكلناها منك كذا مره، خليها تفوت نشوف شو اخرتها معك. فتت لهون. هلا الكل سمع، هلا ممكن العالم عم يسمعوا انه هدول وصلوا يعني انه الطريق سهل والتداول سهل وكله سهل. دائما في فشل، دائما نحن خسرنا، انا ولا الكوتش اريان ولا الكوتش ركان ولا كل الكوتشات الموجوده البدايه بسبب الاحلام الورديه اللي براسنا بعالم التداول. حكوها الكوتشات عادل ومروان كمان انه التداول مش سهل، التداول مو بهالبساطه. في حال عندك انه انت فايت قمار رح تخسر 100%. فزت لهذا المجال، كانت بدايته خساره، صارت معي انتكاسه. الخال ضل معي ووقف معي مره ومرتين وثلاثه واربعه. صار لي بهذا المجال 1 سنة وشهرين او 1 و4 شهور تقريبا، وانا متاكد ان هذا المجال هو اللي راح يغير لي حياتي وحياه عائلتي وحياه كل حدا حوالي بيثق فيني بده يبلش معي.
انا بعتبر اي جينيوس هي المخلص لإلي بهذا الروتين اللي انا فت فيه بهي ورطه اللجوء والحرب والخ والخ، هي المنقذ لإلي. وبكل تاكيد واحد بكل تاكيد لازم نشكر الكوتش راكان خليفه اللي هو اللي اساس بهذا النجاح، هو اللي اساس اللي القصص اللي البدايات النجاح اللي نحن وصلنا لها هلا كلها بفضل الكوتش الكبير راكان خليفه، بنشكره كثير جدا جدا. وتحيه كمان لاعضاء فريقنا، لكل حدا معنا بتيم اوروبا، بريبريان رابن، برابن، بالفريق اللي معنا باوروبا، وكمان شجاع ناصيف من الاشخاص اللي انا كنت بحكيه اللي هو حاليا موجود بالاردن، ان شاء الله رح يكون معنا بالايفنت بلجيكو، بايفنت سويسرا. راكان عفوا اريان كان عم بيحكي لي اشتغل مع شجاع، كان لسه بالبدايات، لا كان في كوتشز ولا بطيخ، كنا لسه عم بقول له يا زلمه انا ما فيني احكي مع شجاع يعني اذا بسمع صوته بالتسجيل انا بكره المجال، يعني هو شخص مزعج. كان بيحكي لي لك لا خليك معه، قل له انا ما بدي اشتغل مع هذا الزلمه، اللي لا بدك تشتغل معه. فعلا بعد ما تطورت بهذا المجال، حكيت معه مره مرتين ثلاثه اربعه، اندمت اني انا مع هذا الشخص ما اشتغلت من اول ثانيه كنت فيها بهذا المجال. فبشكر من هون من المانيا كمان الكوتش شجاع ناصيف من الاردن. واخيرا وكمان بدنا نشكر الكوتش لينا سلطان اللي كانت موجوده بالجنريشن من اول يوم لسنه كامله، عم تشتغل كل يوم مع اي واحد بالتيم، كان تيم اريان، كان تيم اي حدا بالجي سي، كانت عم تقدم بدون اي توقف. بس اليوم هي وصلت لمكان كلنا بنحلم نوصل لمكان وصلته بنت بعمر 21 سنه. المختلف بيننا وبين الاشخاص اللي وصلوا واللي نحن بدنا نوصل لعندهم، بين الاشخاص الحاضرين اللي حابين يوصلوا لاي مكان بدهم اياه، هي بس العقليه، اتخاذ القرار والفكره. وشكرا، بتشكركم كثير. أحبابي طولنا عليكم، عارف الشخص الأخير راح يكون آخر شخص، وبعدين كمان يمكن بطلع بحكي 5 دقائق وبنكون خلصنا نوعا ما. بيكون كلمة للكبير تبعنا. الشخص اللي بدها تيجي هلا هي كمان بتكون أول محاربة من محاربين زيوس يلي آمنت بهالمجال هاد وقالت برور، بغودة بتقولوها بالألماني صح؟ ماين بغودة. قالت أنا معك للأخير، معي $800 بدخل بالباقة الوسطى، ويعني اشتراك شهري كذا فيها $175. أنا عايشة على السوسيال تمام، 4 سنين قاعدة ببلجيكا، $175 خلينا نكون صريحين، إذا ما باكل شيبس وشوكولا وهيك أمور بوفرن مدة سنة. لسنة أشوف شو بيصير. صار في تغيير بمخي بعقليتي، أنا بدي أضلني بهالمجال هذا. ميديا برمكي هي أختي، هي امبارح قدمت استقالتها لأنه راتبها الشهري وصل $5000. ميديا برمكي ألف 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 مبروك. واي الحلم
الحلم. أنا رح أحكي لكم قصة هلا. أول شيء بعرفكم عن حالي، أنا ميديا برمكي، كون أخت آريان برمكي، عايشة ببلجيكا صار لي 6 سنين. امبارح مثل ما قال أنا قدمت استقالتي. ليش؟ في سببين. أول سبب ما عطتني إذن مشان أجي على هذا الإيفنت. والسبب الثاني أنا صرت أعمل راتب أكثر من الشغل اللي أنا بشتغله. كنت بدرس مساعد صيدلة أول ما دخلت هذا المجال، خلصت من شي 2 3 وبلشت أشتغل، وصار لي 2 بلشت أشتغل على فكرة، ما صاير أكثر من 2. لما إجا الإيفنت، وقت الإيفنت لما قالت لي ما بدي أعطيكي إجازة مشان إنه تجي على الإيفنت أو تحضري أو تعملي الشغل اللي أنت بدك إياه، أنا فوراً كتبت لها قلت لها ما عاد بدي إجي، خلص قدمت استقالتي. رح قلكن شغلة، أنا اليوم كتير مبسوطة. بتعرفوا ليش؟ أنا اليوم مبسوطة لأنه حققت شغلة، يعني هي حلمي. هلا أنا واقفة هون قدامكم، هذا كان حلم إلي. قبل ما أدخل أنا شركة آيجينيوس، قبل ما أدخل آيجينيوس كنت عم بحلم دائما إنه أوقف هيك على هذا المسرح وأحكي قدام العالم. فاليوم هاد أول أكبر حلم إلي، وهاي قاعدة عم بحققه، ولسه يعني هاي لسه البداية، وهاي أول مرة أنا بطلع فيها على الستيج. ورح أقول كمان شغلة، بتشكر أول شيء كل الكوتشات اللي عملوا هذا الإيفنت، لأنه كانت خطوة كتير مهمة بالنسبة إلي أنه أنا أطلع. كان شغلة كتير مهمة بالنسبة لي أنه أتخطى هذا الحاجز يلي هو حاجز الخوف، أنه أطلع أحكي قدام العالم. بتشكر الكوتش راكان كتير، وبتشكر أخي آريان. أول ما دخلت معه أول حكى لي عن الشغل، أنا أول وحدة آمنت فيه وأول وحدة بالعائلة دخلت معه، وأول أكثر وحدة خلته يشيب، طلعت له الشعر الأبيض من كتر ما كنت أنا عم بعاند. أي شيء هو بيحكي لي أنا كنت بعانده. أول ما دخلت ما كنت كتير، يعني ضليت 2 3 ما كنت بشتغل منيح، ما كنت أعرف أو أفهم أي شيء بهذا المجال. بس بعد 2 3 بعد ما شفت راكان، شفت الأخت، وشفت الناس اللي بيشتغلوا بهذا المجال من قبلنا من سنين، شفتهم كيف يطلعوا إيفنتات. قلت معقول هذا الشغل هو اللي رح يخليني أوصل لحلمي؟ وطلع هو نفسه هو الشغل الوحيد اللي خلاني أوصل لهذا الحلم، إنه أوقف قدامكم هلا وبحكي. فلحتى توصل للشيء اللي أنت بدك إياه، أنت لازم دايما طموحك يكون أكبر من خوفك. وبتشكر كل اللي جايين لهون مرة ثانية، وهيك بكون خلصنا الإيفنت. شكرا كثير لكم لوجودكم معنا، وأنا كنت آخر شخص فخلصنا. وهلا بعطي المايك للكوتش آريان برمكي. أنا بدي أدخل لجوا وراجع مع المايك تبعي. أحبابي، الشخص يلي كان السبب في إنه يصير فيه هيك إيفنت هو شجاع نصيف، يلي أنا شخص أنا ما بعرفه من الأردن علقت غلط على الفيسبوك عنده، تحركش فيني في الماسنجر، تعال في آيجينيوس في تعليم مالي. لولا هالشخص هاد
شيكو، شجاع ناصيف، أنا ما كنت راح أكون موجود هون. شجاع ناصيف من مقري هاد، من مكاني هاد، GC Legends راح تظل مديونة إلك لآخر لحظة بحياتنا. أنت ما أجيت، أنت ما أجيت، لكن أنت هون، لأنه مجالسة قلب إلى قلب خير من مجالسة جسد إلى جسد. أنت هون موجود. أنت موجود. لينا سلطان. التنظيم الموجود هلا حاليا BGC Legends فرع أوروبا، لولا وجودك يا لينا يا بنت سلطان ما كان صار الكلام هذا. انت مانك موجودة، انت مانك موجودة هون، لكن انت القلب وانت العقل وانت كل شيء. الشخص يلي كان المسبب انه اليوم بنتي تلبس افضل، بيتي يتغير، اترك مجال شغلي، اصير اول كردي من روج افا بهالمجال هاد، المسبب الكبير راكان خليفة. بدنا اياه هو وكل الليدرات على الستيج من شان ليدرات اي جينيوس قسم اوروبا مع الخبراء بدنا نسلموا الهدية. إذا أنتم بتشوفوا الهدية هي على شكل ورد، لكن اللي جواتها يا شباب الله. The Godfather of GC، الأب الروحي لGC راكان خليفة. الهدية هاي من ليدرات أوروبا من GC Legends. آخر أهم كلمتين. شوفوا، نحن هون زيوس، في زيوس بلجيكا، في زيوس سويسرا، راح يكون في زيوس كردستان كمان، بس كمان في شيء اسمه هودل. فهلا راح تاخذوا التعريف عن هودل، شو هو وشو نحن راح نعمل بهودل. كوتش راكان خليفة، ورحب بك يا حبيبي. بعت لي كوتش شجاع شغله بدي اسمعكم اياها، مش عارف اذا تزبط. هاي تيمز GC حبايبي، يعطيكم الف عافيه. معكم كوتش شجاع نصيف. I need to say I am so sorry حبايبي، المفروض اني اكون موجود بيناتكم now، بس زي ما بنحكي كل تأخيرة فيها خير ان شاء الله. I see all leaders doing amazing. Thank you لكم كثير اكيد على الافورت اللي عم بتقدموه، اكيد الهيدز تاعونا، واكيد التوب ليدرز كوتش اريان وكوتش ركان. ان شاء الله اول مرة ولكن مش اخر مرة، ان شاء الله زيوس يكون بداية لكل يوروب. وثانك يو لكل الناس اللي حضرت بالايفنت، وان شاء الله سون رح نلتقي اليوم بكره بعد بكره ماكسيموم، رح اكون موجود عندكم. واجين
ثانك يو لكل حدا حضر الايفنت، وان شاء الله بنشوفكم سون بالاورجنايزيشن تاعتنا. واجين ثانك يو لكل الليدرات ويعطيكم الف عافيه. The only one thing I hear is your story. And sometimes when I dream of you, when I dream of you, feels like بدنا ننهي الايفنت بكم من كلمه. هلا احنا زي ما انتم عارفين الايفنت هذا اول ايفنت باوروبا، بس اكيد مش اخر ايفنت باوروبا. احنا يعني منتشرين بين العرب حول العالم العربي كله وحول العالم كله. هلا في عرب كتير حوالين العالم كله معنا بالشركه. بس بدنا نعلن انطلاقه العرب باي جينيوس ان شاء الله 17/9 الشهر الجاي. فبدي منكم طلب، ارفع ايدك اذا اي شيء بطلبه حيكون دن. حط لي ايدك لفوق هيك. دن تمام. احنا بدنا نوريهم انه اوروبا مش هينه، واحنا تركيز الايفنت كامل مكمل حيكون اونلاين. هو حيكون ايفنت بمصر لانه كل شيء مصر بالحب. بس بدنا يعني كل التوب ليدرز وكل الناس اللي هون موجوده تكون مشاركه بطريقه كتير كبيره اونلاين. لاول مره بتاريخ العالم العربي عم نعطي جوائز بقيمه 250,000 دولار على المكالمه او على الايفنت اللي هو هودو سامت. وبدي الناس من اوروبا تكون الناس اللي جد ماخذه كل السيستم وماخذه كل الجوائز، ما عندنا اي مشاكل. احنا حنعلن عن كيف الناس تدخل على الجوائز باذن الله تعالى بسبتمبر 1. فبس بدي منكم طلب تكونوا موجودين سبتمبر 1 على المكالمه. تمام؟ احكوا لي كلمه دون. اكيد. اخر شغله، احنا في شغله دائما بنحكيها وبننهي الايفنتات فيها، هي كلمه اي بي اي. مين بيعرف شو يعني كلمه اي بي اي؟ في رانك معين، رانك معين عندنا بالاورجنايزيشن اللي هو البلاتينوم امباستور. هذا الرانك لإلي كركان عباره عن حريه. عباره عن حريه مش بس لإلكم، حريه للناس اللي عندكم، للناس اللي بتحبوها. في بعضكم بتحبوا اهلكم، او عندك والله مرتك او زوجك، او عندك حدا بدكم تساعدوه. وانا برايي دائما رانك البلاتينوم امباستور هو الرانك هذا اللي جد ممكن كل حدا فيكم يشتغل هارد بطريقه كتير كبيره ويوصل. عم تطلعوا على فيوتشر اي بي ايز او فيوتشر اي بي ايز لكل المنظمه. فبدنا تحيه لكل الاب فيوتشر اي بي ايز. هدول الناس كانوا سباب او سبب كبير على الايفنتات اللي بصوره. التحيه اكبر من هيك، تحيه اكبر من هيك. هدول الناس هم حيكونوا الفيوتشر تبع اوروبا، وحيكونوا كل اي بي ايز المنظمه. احنا اليوم عندنا تارجت كبير للمنظمه، 50 بلاتينوم امباستور لاخر السنه. احنا فقط عندنا 20 وضايل كم شهر، 4 شهور لاخر السنه. فبدنا نحكي كلمه اي بي اي. لا ده ستوب. بدنا نحكي كلمه اي بي اي، وبعدين اول ما نحكي الاي بي اي الدي جي مش يولع الميوزك. وبدي الاي بي اي مش بس من الليدرات، بدي اي بي اي من الكل. تمام؟ لانه كل واحد فيكم معانا او مش معانا اليوم ممكن توصل بطريقه او بوقت كثير قصير. فحنكون مع بعض بالاي بي اي وحنشغل الميوزك. دي جي تمام؟ 3 2 1 I've been running around the city on the same thing. Got the city locked, I see why I'm in the chain gang. Reach for my neck, I'ma make it go bang bang. They don't really want me, they just want me for my dang-a-lang. Style with no stylist, ride with no mileage. She giving me brain like she just finished college. I'm just being honest, I don't carry wallets. The bands in my hands can't fit in my pockets. Rich bitch, take dick, that's my type. Tip with the blue strips, that's what I like. You know I'm a big dog. GC GC Game Changers. We've had a million nights just like this. So let's get down to IPA. Let's get down to business. IPA. One more night الكل يركز في We've had a million nights just like this. IPA. Let's get down to business. Back and forth with the bullshit. الكل يركز بالكاميرات. Before I don't mean it. It's been a while since I had your attention. يلا بنطلون راح ينقطع. سهير تعالي. يلا
3 جيز